تمام 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 ان شاء الله حبيبي. اهلا. ارسل لك الرابط استاذ. ها يا ارسل لي اياها ان شاء الله، ارسلها لابو ناصر يرسل لي ان شاء الله. لا 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 ما كنت اتكلم معاك، معليش استاذنا امين. انا كنت اتكلم مع واحد اخر، معليش الميكروفون كان مفتوح، كنت عايز يرسل رابط يشارك معنا، معليش سامحنا. ولا يهمك دكتور موشي، تفضل استاذ امين انت في اللايف. سلام 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 نقول تخافلتي سمنا سمينارنا كل جزء كابانا زيت في الليو كومونتون كلكم بفيسبوك تكاتاتلو نحو اثنان حتنان كما كان لكم نايلو معلتي مدبنا نايلو سمينار قاشانا أستاذنا إبراهيم قدم كون كله تي حزوة قريب دولو أرستي قال سنا تمالن لومن كما يمثل انتاي تفل اللي دولو تمالي نايب حق إذ نبرت ما فينا كون نبعوت كسبتي نتعنتنا عن رقاق الزبك عنا أبزقوا أنا زي مستقلوا أقواني في النادر اللي بحقنا خاني انتاي دولو تتقاماتنا لكع كم تناي قدم بطرنا في خنق على سويكان قدميت كسبهم زيخ علينا انتايو قطاسي نخلتي يشنخ أمزازينو تمالغ على سناخ مينيرو تساتفونا من سياتكم كل نقرات تيز كايز نبرق على سي انتا عينت دقف ركب نيرو كاب هزبي وكن كاب كله أبزوان زخ انتاي مسلالو نزو كل زي ريقو أمزازينو ممهرنا أستاذ إبراهيم قدم نزي بروجرام زي حجو قريب له أستاذنا العزيز إبراهيم قدم أهلا وسهلا بك وقعد ضحان مساكا. السلام عليكم. طبعا أستاذنا إبراهيم قدم تقريبا عليكم السلام ورحمة الله. أنا عن التعريف إن شاء الله. يا تفضل. شكرا أمين. أولا شكرا للأخوة القائمين على غرفة حوار لوعي مشترك، والدور التنويري والتوعوي اللي قاعدين يقوموا به يعني في رفع مستوى وعي الشعب الإريتري ومساهمته. وأقول كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله سنة 22 تكون سنة أحسن من اللي فاتت، سنة على الأقل نعرف فيها إيش اللي ممكن مطلوب مننا نعمله وشنو اللي ما قادرين نعمله. من زمان ونحن طبعا كل سنة بنقول زمان الناس في السودان لأنه أبعد مكان كان موجود في إريتريا كان السودان، كان بيقولوا السنة الجاية في إريتريا يعني. دلوقتي لكن طبعا في كل القارات الخمسة نحن موزعين، ما عارفين المسألة بتاعت رحلتنا دي حتطول لهذا المستوى يعني. لكن طبعا قالت لأنه في حاجات نحن ما قدرنا نعملها، وفي حاجات كانت خارج الإرادة بتاعنا أو المقدرة بتاعنا، وحتصيروا السلام كلكم أخوات. صوت عاوزين أمينون وناصر زكايدوز اللي سعري تعمل زحقسي نتي نوحتنا حزبنا نوحتنا منسياتنا نوحتنا كلنا حفنا بمبال أبتي زدلك هبانا نحن بس سعر زبدل الله بس إلى حدش عامت سنيتن فقرين سلام كمون كابز زلونايو كابسران حادم قدميو زحاش عامتاتنا بزمنا نحن كابز زلو قانين تقلاقيلو إريترا ناي دكاخت كون بعلم التسفاية. أنا طبعا اليوم زي ما انتم شايفين
لما الواحد يجي لنهاية السنة يعمل جرد، يشوف شنو المكاسب بتاعته شنو الخسائر بتاعته. زي ما زمان ونحن في المدرسة ابتدائي كان يسموه يوم الآباء، يعني واللي هو يوم الآباء كان يوم اللي يتجمع فيه كل الطلاب والمعلمين والثلاثة الأوائل من كل فصل، الناس تديهم شهادات وكل الآباء موجودين. ويمكن لو في السويد كنا حنقول يوم الأمهات، لأن الأغلبية من هم الأمهات اللي بيعتنوا بالأولاد، لكن في ريدريا كان اسمه يوم الآباء. لكن يوم الآباء حتى مع سياسة أظن ما في حاجة اسمه يوم الآباء، واللي هو يوم النهاية، الناس تعرف فيه شنو عملت وشنو انتجت. لذلك دلوقتي المجموعة بتاع حوار لوعي مشترك كانت تجيب ناس من كل المستويات من كل المشارب، والمفروض اللي يجي في الآخر يكون من المستوى اللي تقدر تقول عليه يقيم كل اللي فات. لكن أنا طبعا مش ما عندي هذه الإمكانيات، لكن عندما طلب أبو ناصر وأمين وأخوهم ضيف قلت أجرب. لكن أنا أقول في النهاية هو تجربتي الشخصية، بحصير وأنا بقول له كل شاب تعاملت كخون كله، محل تكال يكون محل دكان يكون زخون سراح عامته صابوا يوم قام يزبر انتاي كسيبو انتاي كسيبو الجون كومو لك يوم واتنا حوار لوعي مشترك بارو نقاط بزحات أقايش يوم سميرون 4 عربي، وكلهم احتفل عليه بأقمهم يكون بتمرتهم يكون مالت ناتهم جبراوي سنغاتهم كابزناتي زلا عليه سلزي نال باش كخون بنورو كابزناتي نالي زلو مصي دمدام متكبر وين أنا بتزك عالمي بتعقلي أمم وتي تمالز نورن دون زبان من يوم قام ويكان من صار تسوى قبر بقوع سخانة بقوع زي كونه قبول سخانة كمان قرار باخذ كقبل الحقيقة أستاذنا العزيز أبو حيوت، الصوت كثير قاعد يكتبوا دحين، يا ريت لو تعلي صوتك شوية عشان يوصل الرسالة إن شاء الله. كويس، دي مشكلتي أنا يعني. إيه بقدر الإمكان حاول يعني تحافظ على الصوت العالي إن شاء الله. المهم يعني لأنه الواحد تعود على هذا من زمان ماشي عليه، ولكن دلوقتي إن شاء الله أحسن. إيه كده أفضل. يا كمان واحد يطلع من طوره شوية ويزعل، لكن لما يزعل حيضيع اللي يعرفه يعني. فأنا بقول نحن الأمس هو الوقت حنتكلم فيه، هو الأمس شنو كان الشعب الإريتري، كيف كان الشعب الإريتري فعلا. الشعب الإريتري بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد ما الإنجليز هزموا الإيطاليين، بدأ الحراك الوطني في إريتريا، لأنه كان في آباء في مستوى عالي من الوطنية والفهم، من ابتداء من الشهيد عبد القادر الكبيري وشهيد إبراهيم سلطان
استسمى والد مريم، كلهم اللي كانوا في تلك الفترة كانوا ناس ممكن تقول عليهم هم ديل فعلا هم نخب وطنية تعرف شنو المطلوب منه. ولذلك يعني مسألة كانت شنو الهدف اللي هم كان عندهم. الهدف اللي كان وضعوه هو استغلال وحرية إريتريا يعني. وده أعلى ما كان موجود في البرنامج بتاعهم، ومن أجل هذا كان بيعملوا. وفعلا تقدر تقول أنه لولا التحديات الخارجية اللي كانت أقوى منهم هم فعلا كانوا نجحوا، بالرغم من وجود فئة ثانية كانت مغشوشة في إثيوبيا وكانت بتعمل من أجل وحدة إريتريا مع إثيوبيا، أو زي ما يقولوا عودة الابن الضال ده لأمه إثيوبيا يعني. لكن ده ما كان يأثر في الشعب الإريتري وفي النتائج اللي هو يوصلها لو كان متروك للشعب الإريتري فقط يعني. لكن مصالح الدول الكبرى من أمريكا وبريطانيا ودعمهم لإثيوبيا أو للإمبراطور هايلي سلاسي كان يعني النقطة اللي وقف فيها نضال الشعب الإريتري. وزي ما أنتم عارفين وقتها قضيتنا كانت مفتوحة في الأمم المتحدة، وكان الشهيد عبد القادر الكبير حيمشي لكن اغتالوه وهو لسه ماشي من المطار، عشان هم عارفين إن الراجل ده قوي وكلمته هتكون فعلا مسموعة. وبعد كده مشى الشهيد إبراهيم سلطان ومجموعة معه، ومجموعة عند النت أو الحبرات كمان كانوا موجودين، لكن تحت عباءة أكل لها التولد اللي كان وزير خارجية إثيوبيا أو هيلة سلاسي يعني. فده الواقع اللي آبائنا المادلين الأوائل ديل يعني ذكرت منهم أنا بعض الأسماء، لكن في كتار من الرموز اللي كانت لها مكانتها زي المفتي إبراهيم مختار، وزي ناصر بيه علي بيه وقاضي علي وقاضي موسى، وكثير من الناس فعلا ساهموا في أنه هو الحاج إمام موسى وآل أبرة كلهم. تقدر تقول أن دي النخب دي اللي كانت فعلا لعبت دورها في أن الكتلة الاستقلالية تكون قوية لولا المؤامرات اللي كانت تحدث لوقت ما هذا التجارب. فحصيروا نحن كنت بالكو في أربعتات دهرتين إنجليز متليان نص عروتي شعانا قصاصنا إريتراويان بمحضر فقر هاجر زي الجميل محضر فقر هاجر كل كله نتوم إريتراويان فقر هاجر من إريتراوي يقولوا نتوم عند النت وشون زعزوز نابرين فقر هاجر من إثيوبيا يقولوا على السلوتي بحمسة قضايا قانون اقتناعي وعلانا يتقربي ساكلت تجمعهم كتب التقل سلازي دهرين في قصر ناس النت كلهم تم هجراوي عم يقولوا سوء عبد الغني الكبير أبو سلطان استسمى والداب والمهيان جيهم اتحاد شنف بخون كله واتحاد شنف بالما بتوم بريطرانا الدعاء يا أخي كل الناس عندها يوم سعد زغلول في الله ما هي سلاسة مالت من قصاصات تقبلهم التي ناتو وكيلا بريطان نبري كولونيل نبي عليه سلاسة زمر بس نبري في بداي لك كنتم ابن متاويان أبوتات
ناس النت نا إرترا كرر قال سيزنبر قوتي قالوا مخنياتي حيال معبل نا أمريكا نا إنجليز نا سلاسي وديتات تبدف نيرو ما تسيزي بقول زفت تنوع تقوون هاي كعلم بين عم مجرشتاتهم أغراويان إرتراويان هذا النجار تعودهم سلمان إرترا كل تمكن السودانيين إثيوبيان جوز نور أرشيلهم خمسين عن فدرال سموم عاتيهم إرترا إثيوبيان فدرال أبزي رجي فانتظر لنا نحن توانتي تعني بخبرات من بستاتنا أمن نيرنا يوم وصلنا والبسوب زحلو يوم الصوم طابقنا يوم الساعة كلا خذلنا يوم زبين تاش بين الصوم ولا تسمع معلوم زبور يوم إرترا فدريشن مستوفيا قرنوا تمعوا على كل ويك على كنت زقبا سلازين إحنا وقتي مالت في نتوم خيالات هون حضارات إثيوبيا هم قرن كنا نسيت راح زي كونه إثيوبيا دهري قال أوارح أي ملين وكيلنا هاي السلاسة البال وين دراسي أبدا جو مسائل في دهري أبي دهري أستاذ كاسة زعجي مثلنا يتوم بريطاويان وسيدو مثلهم نحن خمسة فدريشن بنغرب مشتاون على الرتاي بعد ما محاضر يغيروا من زهور تقبلن حبسان شو من تندما مجمع تزقبلون هتابع ديرانا رتاز نبرت الجيسوم مع ويكان مع تمزير لا غيره كان أي بيتي أم قطع تبرتها كمان نزنا درجة ناي برلمان زسدة عربيان تقريباً روفتها بينهم سبعة حرمية في المعارف قد يدوموا مالت سلازي تي فدريشن زبحال زخيز نبرة كم تزبط سلازي كده أبزي حدوتي ناي أمنت نبرنا خبرات من بستات يونايتد نيشنز ويكا ولا نهاية السلاسة من طريقهم مصحف له قال سينز بإرتراز يقولوا يكفى إريتريا أبو دارجا كلهم تم كتماتات ناي إرترا أبازل له قوات سب دحان يكون كلهم أسماتهم فرينهم خبرات من بستات يكون بخيل السلاسة بعد كم هذا كم تواني تخم أبون هاي تبي فدريشن يبي يوصل النظر يسدون يرو جنزي حنت مع الله أي جبرن بيقول الشيخ محمد عمر قادي يقول نيويورك سديهم ترعان كقريب كان كأخم تيجي كلها أي كدنت كلها مخنياتو حيال ناي إثيوبيا تدقف حيلي سلزي نبرة بحنا خمر تراويان أبتي دخيرنا هم وصلوا لهم ما في خمسان شو منتن سب فليتو إثيوبيا تي نتي فدريشن تبرر تقبرو هيكون تين غير وتسيداتو جن بس جزية كم كنت حقوقه إرترا أخذتوا كم تزجبرو سان كنتم أبر السرت ربعتي أوراقيا فيها غير تتكون مالتي بالاختصار نحن قلت أنا بالتقريب هذا الوقت وأن الآباء كانوا فعلا بدالوا في غاية يعني الصعوبة اللي كانت تواجههم هي أنه مش في إريتريا بس كان
القوى الخارجية كانت فعلا تدعم اثيوبيا، وحتى في الفترة دي كان رغبتهم ان اريتريا تنقسم على اثنين، جزء يمشي السودان وجزء يمشي اثيوبيا، وده فشل لانه القوى الوطنية رفضت هذا المشروع ورفضت هذا الحل، ويعني اختارت ان تخش في اتفاق فدرالي مع اثيوبيا على الاقل عشان تحافظ على اريتريا، وفعلا كان وجهة نظرهم سليمة في غاية الوعي يعني. ده خلى انه نحن على الاقل ماسكين في اريتريا ما منفصلين، لأن الناس كانت تقول انه من مرتفعات الوسطى واللي هي يكون في جزء ماشي للسودان إلى برد لفوق أو شوية من إلى برد مسافة، واللي بعدها كله يمشي، اللي فوق يمشي إثيوبيا واللي تحت يمشي إريتريا. هنا لابد من أن نذكر نحن المصيبة بتاعنا نحن مش رغبة إثيوبيا في الأرض بتاعنا. إثيوبيا رغبتها هي في البحر، وكان ده الهم الأساسي خلانا هل نقول نحن البحر الأحمر اللي نحن موجودين فيه كان سبب كل هذه المشاكل اللي واجهتنا. لا، الجغرافيا نفسها هي اللي وضعتنا في هذا الشيء، لأنه بعد افتتاح قناة السويس البحر الأحمر بقى ممر استراتيجي ومهم، ونحن موجودين في الباب الجنوبي من في باب المندب. لذلك الإثيوبيين وهيلة سلاسي كان هم هذا يعني، واللي يدعموه كان برضه همهم أنه هذا البحر، هم حسب المسؤولية بتاعتهم كانوا يقولوا عشان ما يكون بحر عربي يعني، بس ما فاهمين إنه نحن ما عرب، نحن إريتريين ووطنيين إريتريين، ما عندنا هذه اسمها العروبة يعني. العرب اليمن والسعودية والسودان مصر غير عرب، لكن نحن الصوماليين جيبوتي ما عندنا علاقة بهذه المسؤولية، لكن هم كانوا يبيعوا هذه المسؤولية للناس يعني. لذلك نحن قلت أنا نحن كنا مخدوعين في الأمم المتحدة، كنا بنفتكر الأمم المتحدة حتحافظ على كلمتها واللي هي ربطتنا مع إثيوبيا فيدراليا، وأنه في النهاية حتحافظ على هذا الاسم، لكن شفنا نحن الأمم المتحدة ما قدرت تعمل شيء. والشعب الإريتري في الفترة مع بداية الإسلام لما عملوا ممثل للإمبراطور في أسمرة اللي هو داكاتشو ماساي، وكلمته هي اللي تمشي على رئيس الوزراء. رئيس الوزراء في الوقت ده كان دلبايلو، لكن اللي كان هو إثيوبيا هي اللي تمشي مع أنه في الأمور الداخلية وفي الشؤون الداخلية المهمة دي مهمتنا نحن كإريتريين مش مهمة الإثيوبيين. الإثيوبيين كان عندهم دفاع، موانئ، حتى التجارة الخارجية غيرها، لكن ما تبقى كان هو شؤون إريتريا بس. هم بدأوا هذه المسألة ما تمشي معهم، ولذلك الشعب الإريتري فعلا يقدم احتجاجات للأمم المتحدة ويقدم رسائل لهيلة سلاسي عشان يراجعوا المسألة هذه. الشعب الإريتري ما كان متوقع هذا يعني، لكن الأمم المتحدة ما كانت محافظة على كلمتها، والمسألة كلها كانت خديعة يعني من الأمريكان والإنجليز. وفي ذا دفعنا الثمن، حتى الجماهير في الكتاب كفاح إريتريا ممكن واحد يلقى الأسماء بتاعت المواطنين الإريتريين
اللي كان يرفع عرايد بتاعت احتجاج على السياسة المتحدة بأسمائهم موجود في هذا الكتاب. وحتى في الآخر رسلوا بإمكانياتهم المتواضعة المحامي محمد المرقادي الله يرحمه لأمريكا عشان يمشي نيويورك يعني يتصل بالأمم المتحدة. لكن كمان الشيء ما كانت زي ما هو عاوز أو زي ما نحن كشعب متعودين. القوى الخارجية كانت أقوى من هذه المسألة. ده لما بقى هذا الشيء جينا لفترة اللي زي ما قلت أنا اللغة العربية والتقنية وقفوها وفرض علينا الأنقرة أو الأنقرية، وفي نفس الوقت نزلوا العلم الإريتري اللي هو رمز الشعب الإريتري وبدلوه بالألوان الثلاثة اللي تمثل الفوق. وفي الحقيقة هي تمثل الكنيسة الأرثوذكسية، يعني ما تمثل، هي علم أرثوذكس وفي نفس الوقت علم إثيوبيا. ده اللي حصل. ده طبعا خلى الشعب الإريتري زي ما قلت أنا الاحتجاجات ما وصلت للشيء اللي هم كانوا عاوزينه. عشان كده الإريتريين بالذات اللي كانوا في المهجر في السودان بالذات في السودان بدأوا تنظيم حركة تحرير إريتريا، واللي في إريتريا كان معروف بمحضر شوعتي. كانوا مسؤولين على كل 7 بيعرفوا بعض، لكن أكثر من 7 ما تعرف جانب الأمن والحرس. وده كان بقيادة الشهيد محمد سليمان والشباب اللي كانوا معه تلك الفترة يعني. وبعد كده طبعا نجي من جبهة التحرير الإريترية وطلاب القاهرة. أولا القاهرة لأنه كانت القلعة بتاعت الشعوب اللي تنادل من أجل الاستقلال، يعني كل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وآسيا كلهم موجودين كانوا في القاهرة يعني مناديهم. وده لأنه مصر تحت قيادة عبد الناصر كانت مفتوحة لهذه القوى يعني، والمعادية للاستعمار والمطالبة بالحقوق يعني. والإريتريين ما كانوا خارج هذا الاسم يعني. فعلا طلاب الإريتريين كانوا وهم الفئة اللي تقدر تقول عليهم واعية مع وجود القيادات السياسية اللي هجرت لمصر من مرحوم إبراهيم سلطان ومرحوم إدريس حمدان ومرحوم أبو مريم والمرحوم محمد صالح محمود وكثير من مرحوم آدم الديسور غيرهم كلهم دول القاهرة. والقاهرة كانت في معناها جزء من الحراك الوطني اللي كان موجود في الداخل انتقل للقاهرة. كلكم تعرفوا إن شهيد والأب والمريم كان عنده برنامج باللغة التقريبية نزاع يوم في الأسبوع. لكن بعدين سنة 63 حيث سلاسة اتفق مع عبد الناصر في المسألة بتاعت الوحدة الأفريقية عاوزين يأسسوها. يعني واحدة من المطالب بتاعته كانت أن يسكت هذا البرنامج، أن يمنعوا وتأبد مريم واللي هي التوعية، لأن الناس كانت تنتظرها عشان تستمر. فدي نحن حسيروتي خبرات من الشات مستباز نورنا زي كومون مسكوني كومون تي ناتنا تسبيت تي عصرت عامل مسكوني أبحاثي ريفرندم كم أرتينا مثلا خلوه جبل زي هيكونن كم تسبب كوب 5 شمونتين
صندوق علامة وبانديران إريتريا بيسموا ضمون تجريان عربيان تطور بيدو أمحارنيا يرومنا مهمتي إذا كله مسرعة إذا إريتريا وتقول هاي سلاسة كبرى في المستعد الصحفة الجمهورية معناتنا أويات سقوف مثل زي تقامية كالي بردشاد نبرة كم يجي كان نفسها سريع كاتب كالس أبو السودان بسوي محمد سريناوي محمد شواتي والحركة التحرير الجمهورية معناتنا عمنا أبو حيوت. أيوة الصوت شوية واطي، لو قدرت تعلي الصوت شوية معلش. كويس يا سيدي. ولا يهمك، تسلم أستاذي. لا في الآخر يمكن ما حتى الصوت زاد. حقيقة الشباب اللي كانوا موجودين في بوت السودان يشتغلوا هنا شوية تقدر تقول عليهم كان مستنيين ديل بدو حركة تحرير إريتريا حيوت بتقرينيا أخا ترجمات نحكي بعربي الكي أخا. ما أبو ناصر اللقب. ولا يهمك. أيوة. فواحد سيروتي عرينا إريتريا تجبر فوق أب محبر شو حتى ما يمجمار سيدنا ولد قابهم من البشر ويات سيرو صالح ياكي اسمه خير القانون سيرو طاهر إبراهيم فداب وسيرو محي الدين علي ياسين عطار كلهم الله يرحمه أبتي وانتين هاي محبر شو حتى ولا كلهم صاصهم بالميرو وتمن قصقاص كأتي طعمي مالت حلف زي منه خطت عن إريتريا وماتيو أبو السودان جميرهم أو يتحصلون من إريتريا دماني أسمراء يعني كان هذا انتاشم بزغبروا بسلزي أبو أسمراء بزبكة من السيد النبريات ومهورات ومهران فممكن يتم سرع كلهم قبالات ما يصير سلفيهم كلهم بقلطوف كتب التخيل مالت شقنا ناس النت زحتت بس مرة تعمل على خيبو يعني كم نعم النت بس انتقلوا بحبار كان تأدوليس نايف السبري يوم درجة ماليهم يكون أبالاتهم كان يكلف في ستيفانوس تحول علي يكون كان قالوا يوم يكون تدوغو أبالات ما يحضر شوعات وسلاسل أبرات أبي بدين يروم تنوخات كان بزحجي منتايتي أقدر سمعتي أبتي وان خمسان أربعات أبكلت درجة جميعنا من مثل قالوا الناس نت بالنورو قصرنا الناس نت قالوا الناس إثيوبيا مسلمبار ويك هذا مقام زبري بين بمحضر شو حتى زبري وقال سي دارجازي قلت في تاشم خيمة معناته ولا إثيوبيا حبرات جلزة زبري تيجي سبيز نبرة يجي كونن تيجي سبيز نبرة ناس أخوينه أبعدين تاشمي في كالسن في ساقسن بجد نبرة إذا خم زي كون إثيوبيا ترديه درجة بزح كابتن تاشمينات زنبرة زحيل نيرو يجيب حركة مثل ما تعميم زي عديد تساوي تاخد بالأمر أو مفواس نايزي ما خمسة مدري مش الأمير مش نبرة
نفسنا تعوي نوتات مثل غيرنا. الحركة واحدة من الامتيازات بتاعتها أو الإنجازات اللي ممكن الواحد يذكرها لحركة تحرير إريتريا والناضلين اللي كانوا فيها من محمد سيدنا وصالح يا وطاهر فداد ومحي الدين علي وياسين عقدة وأحمد سويرة، كل الشباب دي، وكان فعلا دورهم كبير. لكن الأهمية كانت أن هم بسرعة دخلوا لأسمرة، وفي أسمرة وجدوا الحزن الدافي في المعلمين وفي الموظفين والكتبة، أو تقدر تقول الطبقة المستنيرة من الشعب الإريتري، وهي أعلى ما كان عندنا وقتها. ما كان عندنا خريجين زي وقتي ولا ناس في مؤهلات عالية، بروفيسورات ودكتورات زي ما عندنا دلوقتي. لكن بالرغم من كده كان دورهم كبير. وأنا بقول إن الحركة قدرت الالتهاب اللي كان في الشعب الإريتري، اللي هو التهابنا كان ناتج من أن إحنا في الفترة اللي من الأربعينات لغاية ما ارتبطنا مع إثيوبيا بالفدرالية، كان في التهاب في الشعب الإريتري، أنه هو جزء كان عاوز استقلال إريتريا زي ما قلنا، هدفه استقلال إريتريا وتحرير إريتريا، وجزء كان بيشوف أنه إلحاق إريتريا بإثيوبيا أو بأمها إثيوبيا. يعني ده مع الزمن في الخمسينات، بعد ما شاف أن الناس كانوا فعلا واعيين، تراجع من المسألة هذه. يعني شاف المسألة ما كانت زي ما هم عاوزين. هم عاوزين إريتريا مع إثيوبيا، لكن كإريتريين يكون عندهم قيمتهم ومكانتهم، وده ما وجدوه. عشان كده الحركة لما جت قدرت بسرعة، يعني كل المسلمين على مسيحيين التزموا بحركة تحرير إريتريا زي ما ذكرت. فريق كامل باسمه كان فريق كرة قدم أدوليس، واحد من يعني. وفي نفس الوقت غيره كان ستيل إريتريا، وديل الشباب اللي حتى إثيوبيا بعدين منعت الاسم بتاعت إريتريا، ستيل بس نجمة بس. ف يعني أنا بقول كان عندهم دور كبير في الالتهاب ده يخف. النقطة الثانية اللي هنجيها هي أنه مع كل ده لما بدأت جبهة التحرير الإريترية، وزي ما ذكرت ما بعرف أنا بالتقرير قلت الكلام ده ولا ما قلته، لكن جبهة التحرير الإريترية بوجود القيادات السياسية اللي كانت في المرحلة بتاعت الحراك الوطني، جزء منهم كان في مصر، والطلاب كفئة واعية ومستنيرة بدأت في تنظيم نفسها في سنة 60 وسمت نفسها جبهة تحرير إريتريا. هنا طبعا نقول القاهرة زي ما كنت ذكرت أنها كانت قلعة بتاعت الثوار من كل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كلهم كان عندهم ممثلين لهم، وده طبعا بيأثر. إحنا كبشر نتأثر ونأثر. وكانت في الانتصارات بتاعت كوبا وانتصارات بيام فو في فيتنام، الانتصارات بتاعت الجزائريين، كله ده كان من العوامل اللي طلاب الإريتريين اللي كانوا موجودين في القاهرة يقوموا بتنظيم نفسهم. وممكن تقدر تقول الرياح نفسها اللي كانت تخب كانت رياح بتاعت المطالبة بالاستقلال. يعني دي الفترة اللي لأنه في الأول طبعا نحن في الأربعينات لما نحن كإريتريين تحركنا، ما في دولة أفريقية اللي كانت تحت الاستعمار الإنجليزي أو البريطاني ولا الاستعمار الفرنسي
ولا البرتغالي ولا الاسباني كانت تتحرك يعني. نحن كان الحراك بتاعنا بدري، ولولا المؤامرات اللي حبكت كنا نحن زينا زي الصومال وليبيا اللي هي المستعمرات اللي كانت تابعة لإيطاليا، وكان مصيرنا حيقرر في الأمم المتحدة ونستقل يعني. ولسه أفريقيا حتى السودان، يعني السودان 56 بدأنا، لكن بدأنا في مع نهاية الحرب في دخول وعودة هيلة سلاسة لإثيوبيا في 41 يعني. ده طبعا شيء ثاني للتاريخ، ولكن نحن بعد كده الرياح في القاهرة لما الناس بدأت حركة التحرير الإثرية، وقتها هو أفريقيا كان فيها نضال فعلا بكل المعايير تقدر تقول عليه نضال وطني، من نكروما، سيكاتوري، موليوكيتا، نايريري، ما بعرف جنوب أفريقيا، مانديلا في السجن. كل يعني نحن التيار اللي كان يهب كان هو التيار اللي يدفعك، لأن أنت ذاتك ترفع نفسك للمستوى بتاعك يعني. والطلاب اللي كانوا في القاهرة، ودلوقتي بمناسبة الطلاب في القاهرة ترحم على روح النادي رمضان محمد نور، واحد اللي كان فيه دلوقتي ما نذكره، لكن ما كان موجود فيه في الفترة دي في الستينات، ذهابه لدورة عسكرية، التحاقه بالميدان، هذا لازم يذكر له لأنه في تاريخه. فالشباب اللي كانوا زي شهيد سعيد حسين اللي أسلم في 56 كان من الفدائيين المصريين اللي كانوا بيعملوا وراء الخطوط العدو اللي إسرائيل في سيناء يعني. من إدريس قلايدوس ومحمد صالح عمر وطه محمد نور وكل اللي آدم محمد علي أكتي وعمر محمد عمر وإدريس إبراهيم بلينا، كلهم ديل الشباب، محمد عمر، محمد سعيد عمر عنتة، ديل اللي فعلا في البداية كانوا بدأوا وكانوا في قيادة الجبهة. وبعد كده الاتصالات بتاعتهم مع الشهيد حامد إدريس حواتي، والشهيد حامد إدريس حواتي بالكاريزما بتاعته وبالشبرة بتاعته في داخل إريتريا، وبالذات في المناطق اللي هو كان يعيش فيها، هذا يعني كان فعلا تقدر تقول يلبي نداء الشعب الإريترياني. ولذلك الكل اللي كان ملتحق بالحركة والتزم بسرعة، يعني يمكن الأغلبية منه بقت في جبهة التحرير الإريترية. حجي زبلزله في تمهارو كايرو زنبرو هذا خابتي كان دي من قصاصي زنبري انتايوتي كايرو توانتي كم هذا دجلنا كلهم من ناس نتوم زق على حزاب يعني كان أفريقيا، كان إيشيا، كان لاتين أمريكا. أبو وكيل زي نبرين نبرن إحنا هم كمو إريتراويان نتمرتي زقدو كمو توم بوليتيكاويان مريت نصابهم إريترا بيبسو خيدوم بيبسو زنبرو إذا كله خمسة حوالي سو أبتي 15 منتين مخبر شعات تقديم ولا شحال شعات مثل سيستان بما تبعد بحر الإريترا وجبهة التحرير الإريترية بزبير السن شجتي أبتوان كي مفاس انتاي يميرون تبعنا مفاز نبرة فاس من أين ناس النت كلاسي كدميو فنتيغو نحنا قد نقول سبينا ناس النت نايل علم تحتنا 14 زبنا دارجا كل أفريقيا
دكاس يعني بين بزي أنصار إنجليزي يكون أنصار فرنسا سكون المقصاص قلنا بزي سساتات شعات مقصاص درجة كل بهير نيرو عبنات قداموت مرح تسبح له أفريقيا كان يوم كنياتا ما هو ما يوم برتاو قال شيء نقولون يوم ፖለቲካዊ ቃል ዝካሄዱ ዝነበሩ ምክሮማት أستاذنا أبو حيوت دمتي نهائيا تفشيل والله. حاول بقدر الإمكان لأنه المتابعين تصحفوا لي له سمعوا خير لهم مبزحتهم. ايش نعمل بقى يا جماعة؟ شوي كذا حاول تعلي صوتك. أنا أول رح أكلم مثلا ويسمع أكبر شعوب قد تخب أفكاون كم محل المنالباتكم تحشي. طيب لحظة بقى. ايوه الو ايوه كده ممتاز، تفضل واصل. ان شاء الله مسموع يعني. مسموع ممتاز، تفضل. شكرا. ومعليش قريتها يا جماعة زين أعطي تشميل. إرجان في اللط على أبين يرزات طفيل. سلازيت ممكن أمينة تساعدنا، كنت بالعربي ولا بالتركي؟ لا بعربي غنير كان بتقرينيان هتكتل حراك زي نكروم عن دالات نكروم. شكرا. نايروبي قالت تكس ميركا أو مزبوط. شكرا. سلازيتي بحثيرو نحن خم توانتي رتراويان تي معبلنا قالسي أبا كبابينات نحيلو نيرو هم تزور كوا كينيا جومو كنياتا توم كاروز تقسكوم كومون مانديلا ANC دبوب هذول كله أبتوانتي نيرو سلازم نحناو نستوم عبوزنورو بوليتيكاويان توم تمهارو أبكايرو زمهارو زنورو بزي تصل صليوم سلوزفان بوليتيكاوي قالسي جنبيروم سسان حادم دبا أب برتاو قالسي كناءتو مكنياتو تاحانتو أنقاز سرعتها إثيوبيا زلو كسامعة زفئل برتا لعنا خلوها هاي ስለዚህ እዚ ምስ ኮነ ከዓ ወቅቲ ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕል ዝኽእል ስዋሓ ምድሪስ ዓዋቴ እሱ ድማ በቲ ዝነበሮ ሽም ዝና ኣብቲ ቦታ ፍሉጥ ምዃኑን ብጣዕሚ ሓጋዚ ነይሩ። ስለዚ ካብቲ ካብ 61 ካብ ኣዳል ንሕና እቲ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርና ልክዕቲ ኣቦታት ኣብ ኣርባዕታት ዝነበሮም ናስነትና ኤርትራን ሓርነትና ኤርትራን ዝብል እሱ ኣልዒሎም ነዚ ዝረኣኹሞ 30 ዓመት ላዕልን ታሕትን ተባሂሉ ዝኽፈል ተኸፊሉ እታ ዓዲ ህያው ኮይና
على إريتراخم إريتراخ بنقول النتا بخبراخ كتقوم زجبرة تخفل مسواتي تخفل دم تخفل ويتخصص ساعة سنتين كلهم ስለዚህ ዓብዪ እጃም እዩ ተፃዊቱ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከምቲ ዝገለፅኮ እዩ ነይሩ ካልእ ግን ሕብረተሰባዊ ከዓ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝከባበርን ብሓንሳብ ክነብር ዝደልን ወላ እቶም ኣቦታት ኣብ ክልተ ነይሮም እንተበልና እቲ ምክብባርን እቲ ናይ ታሽሙናቶም ኣይጠፍአን ነይሩ ምክንያቱ እዚ ካብቲ ዝነበርዎ ህዝቢ ይኹን ካብኦም ብኡ ስለ ዝዓበዩ ኤርትራውያን ብጣዕሚ ሓንሳብ ናይ ምንባር ዓቕሙና ላዕሊ እዩ ነይሩ ካልኣይ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ንሕና ህዝብና በይ ነይሩ ህዝብና ዓድና ኢና ነርና ኣብ መሬትና ስለዚ እቲ ከምዚ ሎሚ ዘሎናዮ ፋሕ ኢልና በበይንና እንታይ ንገብር ዘሎና ዘይኮነ ኣብ ሓንሳብ ስለ ዝነበርና እዚ እውን ሓጋዚ ነይሩ ካልኣይ ስቡሕ ምድሪስ ዓዋተ ክወስዎም ከሎም ኩልኩም እትፈልጥዎ ኢኹም እቶም ንዕኡ ቀጥታ ደገፍ ዝኾንዎ እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናይ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይኹኑ ወይ ከዓ እቶም ኣብ ፖሊስ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ከዓ ሓንቲ ኣብዚኣ ክጠቕሳ ዝደሊ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ክቃለሱ ከድኡ ከለዉ ቆልዑ ንኣሽቱ ህፃናት እዮም ገዲፎም ልክዕ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ዝኾኑ ግን ኣዴታት እተን ኣዴታቶም ወይተን ኣብዚ ግደ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ብሩህ እዩ ዝርአ ምክንያቱ እቲኦም ዝወፁ ዝነበሩ ድሕሪኦም ደቆም ክትሕሉን ክትዕብን እትኽእል ዘይተኣማመኑ መይወፁን ነይሮም እሰን ከዓ ኣጆኹም ንስኹም ኪዱ ንሕና ኣሎና ኢለን ሕሰብዋ ኣብ ሱዳን ኣብቲ እዋን እቲ ከምቲ ሕጂ ዘሎ ዘይኮነ ቁሩብ ተዮም ነይሮም ዘመድ የብላ ሓዊ የብላ ገለ የብላ ላኪን እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ደገፍ ኮይናቶ ኣብሽር كيد السخاء أنا اللي هي سلالي بحق حسير انتهى كانوا بنخل دحرزهم كلهم نمسواتي نفسه يسبب قصص نبرو أنا دك مستيانير دك مستيا نافن بجام تساويتا هو غير كاه يقصل نيرو مالتي دحريا ميدا إريترا هم مسأتها وقال مستيتي هي التي تقادراي تدل أنت ستين زنبرت لذي إريترا بخلو هل ستخافيلو كفيلو زخفل كفيلو أبزح الجي ناس النزل بهال إريتراس كده صحكيلو حالاي عشان أرجع للعربي النقطة الأساسية بعد ما بدأ الكفاح المسلح شفنا أنه كثير من الشباب اللي التحقوا بالشهيد حامد إدريس عواتي كانوا في الجيش السوداني أو كانوا في البوليس الإريتري وديل هم الدعم الأساسي اللي رفعوا من مستوى الثورة الإريترية طوروها يعني لكن ديل أنا قاعد أقول أن ما كان حيعملوا كده لولا أنه وراء كل رجل منادل أو كل رجل عزيم منهم كانت في زوجة عزيمة وزوجة مخلصة وزوجة وطنية يعني عندهم في خلوهم أنه
يقول لهم أبشر أنت أبشر نحن موجودين. وفعلا هم ما خانوا الأمانة وربوا الأطفال، وذلك اللي دفع ضريبة الوطن استشهد واللي تعور وغيره. كان فعلا الأمة الإريترية موجودة. النقطة الثانية كان الشعب الإريتري لما بدأ الكفاح المسلح كان في أرضه، كان في وطنه، وفي نفس الوقت كان في الإريتريين كإريتريين كانوا بيحترموا بعض. يعني ما كان في هذا اللي قاعدين نشوفه دلوقتي. يمكن بعدين لما نجي للمرحلة الجديدة أتطرق له يعني، لكن في المرحلة دي كان فعلا الناس في غاية الوطنية، وده بعدين امتد للداخل، والكل بالذات المناضلين القدام يعرف أنه الأمة الإريترية في الداخل هي اللي كانت تقوم بإعاشة المناضلين اللي كانوا بيتحركوا من قرية لقرية يعني. ولولاهم يمكن الناس ما كانت حتقدر تعمل حاجة يعني. وده طبعا المرأة والرجل في الريف الإريتري من رحيطة في جنوب دنكاليا إلى حجر، ومن قرورة إلى ملخصيته، الكل رجال ونساء كان عنده دور في إريتريا هذا تتحرر. وزي ما شفنا إريتريا تحررت، لكن للأسف الفرحة ما تمت. يعني الاستقلال ده نفسه جاء في قيادة غير أمينة يعني. بحث يريد حري عبد مدسن كلنا على رثاويان زحجيتي أو انتاول زفوني نغرات تي وانا تون ألو تاول نغرات غير السلمة تي صورة جمر وكل بجمرتا نحن قدميو تمكرنا هاي بارتيتات هاي نبرنا هاي organization سوي تنظيمات أين برنان كنتي زملسي ناب جبهة زملسي فمول كويس زملسي أبو أنا جبهة program أمينة محيلو أب جبهة أكتم مالتي لذي ملقاوي ميرو سحجي ناتو تاشمل تاي مالتي أبزي كخ تزفلون ناتي نقحات سرفع يعني ومدبات بارتيتات تزهلونا أو ديمقراسية أترينا مسنحنا ديمقراسية دما إن كان هبامي فهمتي وزح كابتي دحري ترى أي دبلتات ما ترى أي ديمقراطية وأجابات زلوا كشكرات مفتاح المالوت نحن تي هذا خاف تشكرات في نبرنا كم نزول قوة أبالاتنا تقاد لحرمة الإتراك مكون كلنا تقاد لحرمة الإتراك وأنا تفعى برتاو قال سيسلو بنقول التاشمو سلفرع والتحدراوي ولا توم بيدا زي أتو بنت قوم ذي تمرهم ذي نبرة تي والتحدراوي مال التحساسبان ويرآيان هجي أب والتحدراوي ما ناتو التحدراوي تقولون كلها وكان أبناء كان سن قوم المؤمن برد حسكا تنقصات كلها تا فلتحنت نجريا كابتز قبل على خازو اللوز مصر كان هنا متكبر ስለዚህ እዚህ نحن ተጋደልቲ ከምቲ ዝበልኩ ናይ ፓርቲታት ነይሩና እንትዝኸውን ምናልባሽ እቲ ዝተረኣየ ናይ ሓደ ሕድሚ ወይ ካሊእ ምናልባሽ ከይተረኣየ ነይሩ ምክንያቱ ኮፍ ኢልና ፈታሕናዮ ነቲ ችግር እዚ ንኣብነት ኣሕዋትና ብማሕበር ሸውዓተ ኣብቲ
أبتوانتي أنا بعلي محوش وعدتين أبتي وانتي من تقاد لحملة إدراك زي معاد المرتب بس سنة 4 دارجة أي أمن يروم بتقاد سنة تقاد لحملة إدراك إذا حليفوا أب صحوفنا طاهر إبراهيم خدام مصحف تريقه هذا أواجه اللون توم تقادلتنا تقاد لحملة إدراك ويدرها كم متمردين ويك آخر لكعتي إثيوبيا تبلوي تشمتي يهبوهم زنبوري حجي إزي كم جزء أمرسلة كخون عينبورون ولتكاون حتنا حفي إنه يتزخون دحري السوم بس حسبوا ولتكا بيسر وتحضروا كم فخنا وسينا مسبوع وتحضروا كم فخنا وسين كلها أبتي ميدال زلوا مش تسمع كان تغيير كان حد شبه جدا السخون بزوجان تحققون نحن بزوجان ونخون بيكا بوليتيكا وسمم الفرارة وسلوزيت أتو حنت في فكاي لكن ده في كاخت أتون كلها زي تي صعبين ناس تي طرف بي تي بيتش تابعين سعادة تقبل هذا حتى أولو تاو شنخات بوكات كروتات كم زبادة نحن أنت أبتوانتي مالت ميدا إرترا خاب هذا تبني الأعلى يسكنون يزبل زربان يرو بالحق يكون نزل لكن كقوون زنبرة راح تسمع معك خوف معك بحنسا تسمع معك إرترا نقول يتأكل بفحيا هذا بدبوب تجمع إذا هذا سمين المبرة زقنا البوطة هذا زي تقصيله زي مسانا خريجه كتاب زراعهم ناش شعب تمتنس الثمانيات زغاهم بار أنصار جبهة ولعت وقي كان وقي زحمة عشان الجبران ين أبزي تريس كالي أكان أتيو ودو ساعة عدين كان عن حويت موقع بحسب تبليت الصغان حوقان تبعسوا تتعارفوا مالباش في اللي يهلوكم لكن خالي عدين كان حجزا من مزحوي قتلوا مزحوي نبارو كتبلن كلها زي جي الفللي ناي بوليتيكا زي كونه اب طيب خيانة كحدت بنتي وصلنا حزب إريترا لكن للأسف كوينو أبتوانتي حزب إريترا عقباي كل أي بقعين بحالاي أنا كلهم دكناهم زيت قبرو ذلهم أي كقولين يلو تزبددونا بحسب تعشمهم قبر نال باشدي مدمايزين مثلا كوينو حليف او اسمه مبارك مبينة بميدا بحيتاتو جرشتا دما حزب إريترا بقالس ناس النتا مسلمجي ناس النت مسمصد دما تبخون جنوبرو تاي تبلنا هذا مؤدب حنسا كون بالميرنا كلنا توم وكان زنورنا يقول تيا مشتري إريترا زنور يقول زبين سبيلي عن السبيل دراتكم خوفينا بداي نكبر هذا معراف قدام معراف تودي تزازيم إريترا ناس أخوينا يجي تريف الناس زلبة ناي تاجمه إنسان ناي تا عدنا إلا قبزي وكالة سهولنا زي تقبرن زي تقبرن 3 عامات ناي أنصار إثيوبيا قال في كي أخلي حديش 3 عامات قصير ناحية 9 هذا إذا عامات زيادة يوم مشيت خيز زلة أنا ما حالي
3 عامات ديرنا مالت وراح حمشت بزح كفل كفيلنا هنا كم أخونا هنا برون داي بالجبابر إناتكم. النقطة اللي قاعد أذكرها دلوقتي هي أن إحنا في جانب إيجابي. أنا ذكرت ما كان الشعب الإريتري من الأمة الإريترية، المرأة الإريترية، منادلين الإريتريين، لكن النقطة المهمة هنا كانت أنه كمان في عندنا سلبياتنا، والسلبيات بتاعنا كانت متمثلة في أنه نحن أولا الالتزام بتاعنا بدولة التحرير الإريترية كان على مستوى الفردي، يعني كل واحد مننا يشوف البرنامج لو قبل بالبرنامج يؤدي القسم ويكون عنده في جبهة التحرير الإريترية. لكن جبهة التحرير الإريترية في ذلك الوقت كانت تقدر تكون تنظيم عسكري، ما كان عنده هذه الأجنحة مع أنه سياسية أو جماهيرية. وحتى الجماهير كان رابطة هو موجود في الميدان يعني. ده طبعا بعد لغاية سنة 71 لما جبهة التحرير الإريترية عقدت المؤتمر الوطني الأول، بعد قررت أن يكون في منظمات جماهيرية، عمال وفلاحين، مرأة، شباب، ويمكن اللي كانوا منزلين من الأول من الطلاب فقط يعني. فده واحد من الحاجات اللي ممكن تكون كنا نفتقدها. وعشان كنا نفتقد كده كمان جات المسائل بتاعت الساحة الإريترية ما تتحمل أكثر من تنظيم واحد. الساحة الإريترية تتحمل أكثر من تنظيم لو الناس تتفق، يعني تقعد مع بعض وتوافق على وين اللي الواحد حيكون. لأن أنا كنت في الوقت ده عضو في حركة تحرير الإريترية سنة 64، وممكن اللي تراجعوا كتاب طاهر فداء اللي كان يوصف جبهة التحرير الإريترية أو المناضلين في الجبهة بالممردين. ده يمكن كانوا يلتقوا فيه مع اللي يسموه إثيوبيا على الجبهة، وده ما صح. ولكن مع كده أنت بعدين عاوز تخش الميدان بدون ما تتفق مع جبهة التحرير الإريترية، يبقى أنت الناس ديل اللي قاعد ترسلهم لمكان ما يحافظ عليهم يعني. ده اللي حصل في ليلة صعبة يعني. وبعد واصلت المسيرة، طورت، كبرت الأسلوب، وشفت في سنة 80 الجبهة الشعبية زادت المسألة أكثر اسمها إيلاما، اتفقت مع تنظيم خير إريتري لأنه يساعدها في درب تنظيم إريتري. هو تنظيم يعني أخ يطلب من واحد إنه يساعده عشان يقتل أخوه، وده اللي حصل. يعني جبهة التحرير الإريترية راحت من الميدان، والجبهة الشعبية واصلت المسيرة. الشعب الإريتري هو اللي أسلم في النهاية، دفع ثمن غالي. سنة 91 إريتريا استقلت، وكان ناقص الحرية للشعب الإريتري، لكن للأسف الناس اللي استلموا هذه الاسمين ما كانوا في المستوى الوطنية المطلوبة، وإلا كان الحل هو أن نقعد مع بعض كلنا، اللي برا اللي جوا، الشعب الإريتري كل الطوائف وكل مكوناته، ويناقشوا أنه صفحة واحدة خلاص انطوت، إريتريا بدأت دولة ذات سيادة، اللي باقي هو إعادة بناء إريتريا، وده نساهم فيه كلنا مع بعض، لكن للأسف ما حصل. وشفت يمكن 30 سنة الأولى اللي كانت ضد إثيوبيا يمكن مبررة هي فعلا الواحد أنتيب خاطر كان بيدي روحه
الشباب يلتحقوا بالجبهة في عمر 16 14 20. ده طبعا ما فضل منه مكان، يعني ناس أبناء مدن الريف كلهم التحقوا بالثورة ودفعوا الثمن والمهر الغالي عشان مثل هذه الدولة اللي احنا عاوزينها. فعلا بقت هي الدولة بكل المعايير، لكن غير انه انسان الريف نفسه ما عنده مكان فيها يعني. ده يمكن ده زي ما ذكرت كمان بعدين نحن في المؤتمر الوطني الأول ومتقرنيا يقولون زي قدامي هذا الرأي بعد لحد فترة نتيك تعريف الناس نقدر يسبون في حزبي سريع الناس جامعة الصاويت سرحت النهدات حرست دكتورست منسيات تمهر قدمت سريعا ورمزي زباويان محبرات زبحات حادث قمت نقدميتي يا تخابتي طرح والتهدراوي كل شخوين كاقل لخا قامان تقل بوليتيكاوي سريع تبيروزي وتي كالسي توم واتنا بدوبها وبقى بيروم تتكلموا قدامي هذا زبعونا سوم يوم توم عبين تاش بيروم مكنياتو هذا خابت بيجاتنا تتأزل له زي توسكوس مرحلات ناي تقعد لحد فريسرا أب كايرو إيرا تتخن تي أمونغنيا زخونا كسلا ميرو دحريو توم مرحتي نايتن حمشت كفلتات نيروم مارتي وين أدوبها تقبرو مرحلات ناي صورة إرترا أوشت إرترا قويني كمرح كم زنبوا مهنات أوشت إرترا أنت قويني كل كمتات مزين زبرو سلازي أب كابدو وحاسو محمد أحمد عبدو هيرو بسيرو أبراو ببعض هيرو سعودي محمد آدم بسيرو ودحريو كالاي أبراو ببعض سيرو أحمد ناصر سلازي مالتي منقدنا ورتكاوي سربيا تتريبو ويكا تعمل صبون تاشميرو زي ده طبعا في الجانب اللي احنا كنا فيه المدارس. شنو هو اللي الموجود اليوم هو النقطة الأساسية؟ اليوم نحن زي ما ذكرت أنا النضال ضد النظام الدكتاتوري ما مشى زي ما نحن عاوزين أو زي ما عاوز الشعب الإريتري، يعني كلنا نقوم يد واحدة وننادي مع بعض عشان نزيل يعني. زي ما أنتم شايفين الانقسامات بتاعنا زادت من أكثر من اللازم، منقسمين على نفسنا، ما قادرين نعمل مع بعض، ما قادرين نحقق شيء. وده واحد من الأشياء اللي يمكن في الفترة الأولى كان نحن الشعب الإريتري مراسلين له ناس اللي يجيهم أخبار من آخر دنكاليا للسودان أو من السودان لآخر دنكاليا، كان مشي على الأرجل، حتى الأجهزة بتاعت الاتصالات ما كانت متوفرة. لكن اليوم زي ما أنتم شايفين العالم بتاعت التطور اللي حصل هذا لعب دوره في أنه نحن كل 5 واحد وكل 6 واحد يتفقوا ويعملوا شيء، وحتى واحد نفر يفتح قناة ويقول لك شير قول له يتكلم زي ما عاوز على
هواه يعني. احنا عايشين شوية مرحلة بتاعت نقدر نقول فقدنا فيها توازن. وفي نفس الوقت في الفترة الأولى كان يمكن السودان له دور، يعني كان استوعبنا يعني ما هذا الدعم تقدر تقول عليه، لكن زي ما يقولوا شايفين وزي ما شايفين كانوا بيعملوا نفسهم. والأهم من كله العلاج بتاع الجرحى، العلاج بتاع المرضى، وحتى الحاجات اللي نحن في حاجة إليها اللي تجينا من الدول اللي بتدعمنا كانوا بيمرروها يعني. ده اللي فقدناهم بعد ما استلم سياسة السلطة. السودان تقدر تقول فقدناهم، ما قدرنا نحصل على الشيء اللي كنا نحصل عليه. التجأنا لإثيوبيا. يمكن ده كان واحد من مجبرين عليه يعني، زي ما يقولوا مجبرا أخاك لا بطلا يعني. ما كان في شيء يعني، تقدر تقول ما كان عندنا البديل. وزي ما أنت شفتوا الإثيوبيين ويانا تقراي في السياسة بتاعتهم عاوزين يسوقوا للفكرة بتاعتهم بتاع الفدرالية المصرية، ولذلك خلوا الإريتريين نفسهم يدخلوا في هذه الدائرة المظلمة، ينقسم على فئات، الأقاليم، الطوائف، المناطق وغيرها يعني. وحتى في مناطق اللاجئين اللي لجوا اثيوبيا كانوا في المعسكرات بيعملوهم بالطريقة هذه. عمرنا ما سمعنا في السودان أن اللاجئين من سنة 67 في معسكرات اللجوء كان حسب الدفعة اللي تجي فيها، من وين أنت، من أي مكان، ما مش سهل. لكن في إثيوبيا بيسألوك، وعشان كده من الفئة الفلانية في المكان الفلاني والفئة الفلانية في المكان الفلاني، عشان يخدموا القضية بتاعتهم أو القرض بتاعتهم. ده حاجات فعلا من المصايب بتاعنا. بعد نضال الإخوان الموجودين يفهموه أكثر من التحالف والتضامن وغيره، الناس نادلت، وفي النهاية في أواسط الناس حوالي 600 منادل اجتمعوا وقرروا أن يكون في مجلس وطني. للأسف المجلس الوطني في سنوات لغاية المؤتمر الأول المعقد في ستوكهولم ما قدر ينجز حاجة، لأنه نفسهم اللي كنا لاجئين لهم كانوا بيلعبوا في حبال فيما بين هذه القوى، وعشان ما تحقق شيء يعني. الكل يعرف أنه في نظرية من كوهين العراب بتاعت اتفاق بين في لندن، انه كان بيقول الاريتريين ادوهم 20 سنه، وخلال 20 سنه زي ما يقول التعويم الفلوس عشان تعرف القيمه بتاعتها. التعويم هو الاريتريا، يعني بعد 20 سنه ما حيكون في حاجه اسمها اريتريا. وحتى سياسيين امريكيين كانوا يقولوا كده يعني، كانوا منتظرين انه خلال 20 سنه نحن نفشل كدوله. زمان انتم عارفين واحده من الحاجات اللي كانوا يقولوها في الامم المتحده انه الفلسطينيين ما يقدر يكون دوله، يعني ما عندهم مؤسسات تعمل بدوله او الامكانيات اللي تعمل بدوله. دلوقتي النظريه ده عشان يثبتوها كان بيشتغلوا في المساله هذه. ونحن الشعب الاريتري ما بيموت بسهوله،
وإلا اللي كان يفكروا فيه كان خلاص نستسلم نقول نحن إثيوبيين، عاوزين يودونا المسألة إنه والله أيام منقسطو أحسن لنا أو أيام هيلي سلاسة أحسن لنا النظام عشان نوصل لهذا الاسم الفهم. ما وصلنا لهذا. في مؤتمر العقد في ستوكهولم الناس كلها ساهمت في إنجاح هذا، ساهمت في إنه نحن نوصل للشيء اللي عاوزين، يعني اللي هو نعتمد على نفسنا. الاعتماد على الذات الواحد أيام الكفاح المسلح كانت تعتمد على نفسها في كثير من الأمور، وفي الوقت كمان الاعتماد على النفس قدرت تعقد المؤتمر في ستوكهولم. ويعني الواحد يقدر يقول أنه أحسن ما أنجزناه في هذه 30 سنة هو وصولنا للمجلس الوطني. يعني مسألة المجلس الوطني لأنه قبلها كنا بننفي بعض، يعني وكل واحد بيقول بيشوف نفسه أنه هو الأحسن وما في طير يعني. لكن مع وجود المجلس الوطني نأمل أن الكل مع خلافاتنا نقعد مع بعض، وفي نفس الوقت التجربة الديمقراطية اللي كنا نفتقدها زمان دلوقتي المفروض نمارسها، اللي هي الديمقراطية. احنا للأسف كثيرين مننا ديمقراطيين حتى لغاية ما الديمقراطية تجي، إذا كان هي لمصلحتي أنا ديمقراطي، أنا إذا كان نجحت أو إذا كان رشحت نفسي وانتخبت أنا أكون ديمقراطي، والديمقراطية في غاية الحلاوة. يعني يوم ما أنا أسقط في التجربة هذه واحد ثاني ينجح، أنا ما عندي النفس الطويل بتاع إنه يتقبل نجاحه ويبارك له إنه هو أنت وقت دورك ونعدل عشان أنا أشوف إذا كان المرة الجاية يكون حظي أكثر يعني أحسن. لكن للأسف الديمقراطية بتاعنا هي بال... بال... بالكلام فقط، الكلام وحده ما يعمل شيء. يعني بحس يروح يجي نوحي تساريبين الدنيا انتاج قبل تاتي لك تبرد حاجة حادي فاقتي شنبوك انتاج نظري أب أدوبها بنظر السيات مرحتي في مرحلت ناي جبها خان كايرو على واي بايتو قيادة سورية قسلة أبال مرحلتات ناي فتاتات أبيدا يزيد أتريفو مرحلت ناي تقارب حق الفكرة أميدا كم تخوين زقبري يجيو تلازيزي هذا تعمي حبس بنت نقدميت مرحلت مساخة من كله بحثيرو في بداية بيتكاي زبو مالتي تتوقعوا تتوقعوا الزنيرو دحري أبناء السودان نوتات كا السودان أبتوانتي ولا دقف وي دقف يهدون وصائز مسك حجز يحلفوا توقع يفوسوا يزحموا يفوسوا يزحموا تعمل أبي بدني المفروض إزاي مستي جترا ناس أخوينا استبعاله إزاي زنبرنا خمس أمستر تاش تريفو السودان بوتانا أي كونن كابونا إثيوبيا أخيرنا إثيوبيا من مشكلة في الحشد كيف زبل جنت أي تجربة مقنعة في زنبرنا هو ده بيقوم بك
ህወሓት ትግራይ ናቱ ፖለቲካዊ ማርኬቲንግ ምግባር ምስሉ ኤትኒካዊ ፌደራሊዝም ዝበሃል ኣብ ምስራቅ ስለዚ ኤርትራውያን ናቶም ኤትኒክ ይኹን ናቶም ሎካል ናቶም ኣውራጃ ናቶም ሃይማኖት ምቃሉ ብዛይ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ጥፊእና ግን ከዓ እቲ ተቃላሳይ ኤርትራዊ ኣይደኸመን ብዙሕ ክዳን ኢሉ ሶሊዳሪቲ ክዳን ድሕሪ ኣብ ሓዋሳ ድማ ማሕረ ሽዱሽተ ዝኸውን ሰብ ተኣኪቡ ሓደ ዓብዪ ስጉምቲ ገይሩ እቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ምናልባሽ ኣብቲ ቀደም ዝነበርናዮ ኩነታት ምንሳግ ናይ ሕድሕድና ኣነ ሓያል ኣነ በርካ የለን ዝብል ምንሳግ ንዑ ሰጊርናዮ ማለት ሓደ ሃገራዊ ባይቶ ግን ከዓ ካብዚ ሓሊፉ ካልእ ክገብር ኣይከኣልናን። ስለዚ ዳርጋ 10 ዓመት ዝኸውን ጠፊኡ ብዘይ ተኣሽሙ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ድማ ኣብ ስቶክሆልም ጉባኤ ተገይሩ እዚ ድማ ብነፍሲ ምርኮሳ እዩ ነይሩ እቲ ሰብ ባዕሉ ኮፍ ኢሉ ብናቱ ሳዕሪ ብናቱ ጉልበት ብናቱ ገንዘብ ጉባኤ ተገይሩ ተዓዊትና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ እቲ ነፍሲ ምርኮሳ ናይ ቀደም እውን ኣብቲ ሜዳን ሰብ ኣብኡ እዩ ታሽሙናቱ ዝነበረ ስለዚ ክትብል ትኽእል እቲ ምንፃር ወይ ካልእ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ከዓ ቁርጠይ በኺሱ እቲ ክንፃዕረሉ ዘለና ሕጂ እዚ ባይቶ ናይ ኩሉ ክኸውን ባይቶ ድማ ከም ሓደ እንታሽሙ ጥራሕ ባይቶ ጌርካ ሓላስ ሱቅ ምባል ዘይኮነ ባይቶ መንገድና ናጽነት ናይ ኤርትራ ወይ ሓርነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ስርዓት ሲያስ ክትልግሶ ትኽእል ብሓንሳብ ኮይንካ ሓቢርካ ንሕና ዝሓለፈ እዋን ሓድነት ዝበሃል ብጣዕሚ ንፅዕረሉ ዝነበርና ግን ከዓ ሓድነትና ይፍለ ይነበረን ምክንያቱ ሓንቲ ኢድ በይናይ ተጣኸዐን ክልቴኻ ትግሌት ናይ ሓድነት ክህልወካ ዝግባእ እዚ ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ ፈሲርና ሕጂ ተስፋ ንገብር በሲ ባይቶ ከምቲ ዝድለ ተሰሪሑ ማለት ከዓ ንሕና እንተሰሪሕና ማለት ንሕና ኢና ባይቶ ንሕና ተሪኢኹሞ ናይ ህዝቢ ናትና ሕጂ ሽግር መብዛሕትና ኣይተሰራዕናን መብዛሕትና ኣብቲ ውድባት የለናን ከምዚ ማለት ብደገ ኢና ከምዚ ዘይገብሩ ከምዚ ታሽሙ ዘይገብሩ ንግድምበር ታንሽተይ ኣነ ዝኽእላ ዓቕመይ ኣብ ምግባር ብዙሕ ታሽሙ የብልናን ስለዚ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና እዚዩ ካልእ እቲ ኣነ ካብዚ ታሽሙ ብሎ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረ ምትእምማን ዝበሃል ዳርጋ ነይሩ ኣብ ቃልሲ ሓንሳብ ትወድቕ ብሓንሳብ ትይብ ብሓንሳብ ትወርድ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ምትእምማን ዝበሃል ዳርጋ ጠፊኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ተበልካ እቲ ምትእምማን ሓቂ ኣብ ግብሪ ምስ ኣድኻ እዩ ሓንሳብ ክትቃለስ ከለካ ሓንሳብ ክትመውት ሓንሳብ ክትደሚ ዝኽእል ግን ክሳብ ኣብኡ ትበፅሕ እውን ብሓንሳብ ክትሓስብ ኣለካ ክትከባበር ኣለካ ክትፀዋወር ኣለካ እንተዘይምፅዋር እንተዘየለ ድማ ትብላ ዝነበርኩ ንሕና ዴሞክራትያውያን ኢና ከም ኤርትራውያን ኩሉና ዴሞክራሲ ንፈትዋ ኢና ግን እታ ዴሞክራሲ ክሳብ መዓዝ እያ ክሳብ ኣነ
انت تماريسا انا ديمقراطية ديمقراطية تعمل تاشي انت زي تماريسا بنت ناتي تنفاس حتصير سلدي اي كن عوت خمسة اي نفعل هنا كن سعر عندنا في نفسنا هناك على سلومين امينو وتيو مراحي كوينو بالليتشا سعيرو توم كانوا تحرى مالت نتاي محل الذي نعو كبار فول له بنت سخاخة سعريو وزمتشز الله انتاي غير جيجا وانتاي قدلت ديريو قدلت عاتو حربيو أبتات متسزلنا يودادر من الباش السريع هو تتقدم تعويت زي ما الله اي عمات زي كم زي يا فنان انت زي تعويتنا نوصله زي تعويتنا نتوم نعايز مسكو وانت نعايز تشوف الرحيزة يوحدي زقوم أنا قالوا الدب بس زين ناتي تريوز لهم كندي والدبات كله صرزاتك كلها هاي قالوا نياتو تي هاي زي قدم تقابل حبني ترى زباو هاي بتاعت ميرنا إذا تعمل تاشمل بسن بدنا نيو دخلوا بارز تقابل حبني ترى زباو مبار زباو هاي بتاعت تحري زباو هاي بتاعت كل تنتاش مقيم لكن إذا ترجع حمشت يونير وتبتقل لكن لومي لا حمشت جبتشت عسرة نال باشكاب عسرة يوزح زي بعد كده أنا جربت النقطة الأساسية اللي نحن للأسف بالوقت قاعدين نعاني منها. أولا أقول أنا يعني نحن كقوى نادي استقلال نجد حرية المواطن فلا بد من أن نتفق على ثوابت وطنية. ثوابت وطنية هي مثلا أن يكون في اللغة المفروض ما يكون مشكلة فيها والله ليش عربي أو ليش تقريبا. ونحن لو محظوظين كلنا اليوم يمكن في وسطنا موجود الأستاذ عيسى. أنا لما درست بالعربي وبالتقنية والإنجليزي وعشان كده أنا ممكن لو الناس كلها مشت زينا في الأيام الفدرالية في الابتدائي اليوم كان حيكون عندنا 3 لغات مملوكة يعني كنا حنكون بليغين في التقنية والعربي والإنجليزي. لكن للأسف السياسة ما كان هم هذا يعني هم الشعب الإريتري يكون منقسم يعني يختلف في القضية اللي أصلا هي ما قضية يعني لو نحن عاوزين نمشي مع بعض فلا بد من أن نحن المسألة هذه نقبلها ونعمل من أجلها. بس هو ما عاوز زي ما يقول هو عاوز فرق تسد يعني. دي مسألة اللغة. مسألة الأرض هي واحدة من الحاجات لأن الأرض هي هوية يعني. أنا لو ما عندي أرض في إريتريا أنا كيف أكون إريتريا؟ عشان أنا أكون إريتريا لازم يكون يا مزرعة يا مرعى يا كمان بيت أسكن يعني. هذه هي اللي في المدينة عنده بيت واللي في الريف يا فلاح يا كمان راعي بيرعى. وأنتم عارفين المناطق الغربية من إريتريا تقريبا المهنة هي الرعي. والرعي كل واحد بيعرف مكان وحتى مكان الماء بتاعته بيعرف. والله ده البير ده هو بير حد أبلو وناس على أبلو بيسكنوا جنبه وده المعتن بتاعت عامر وهكذا يعني. في أي مكان تمشي الناس عندها القرى بتاعت أحد حماد عدد عمر عدد قراي عدد حشيشاي غيره يعني. للأسف المسألة هذه
النظام اللي موجود دلوقتي لعب فيها وجاب المسألة بتاعت أن الأرض هي تبع الحكومة أو الحكومة هي صاحبة الأرض. لا، الحكومة من وين جابت الأرض؟ الأرض هي ملك الشعب الإريتري، والشعب الإريتري كل واحد يعرف المكان اللي مسقط رأسه اللي تربى فيها وولد فيها. مع مسألة الأرض تجي مسألة اللاجئين والإريتريين اللي من سنة 67 من ابتداء من مناطق هزموا وسمهر ومرورا بسيام وقرطون عدد رهين، كل هذه المسلمين لجأ للسودان من سنة 67 لأنه سياسة إثيوبيا كانت أنه ما عاوزة الشعب الإريتري، اللي هي عاوزة الأرض يعني. لذلك المسألة بتاعت الأرض مرتبطة بعودة اللاجئين الإريتريين، واللي الحكومة اللي موجودة دلوقتي ما كانت عاوزاهم يرجعوا يعني، عشان كده عملت قدام حراقيل قدامهم عشان ما يرجعوا. إلا الأمم المتحدة نفسها بعد 91 كان عندها برنامج عشان بإعادة اللاجئين الإريتريين وإسكانهم يعني. يمكن الأنفار اللي رجعوا كمان ما رجعوهم للمناطق بتاعهم، رجعوهم لمناطق هم عاوزينها يعني. لذلك المسألة هي واحدة من الثوابت الوطنية اللي المفروض لو نحن مع بعض نحقق الأمان بتاعنا نعترف بها يعني. مسألة الأرض وبعد كده مسألة الثروة والسلطة. جماعة نحن إريتريا شفت الواقع اللي الوقت قاعدين نعيشه واقع ما يريح، لأنه في أي مكان تجي المسؤول يتكلم تجريبيا والجماهير اللي تحت منه ما تعرف تجريبيا، بس ما يهم لأن الحكومة قالت أنت مسؤول أنت مدير. وأنتم عارفين أنه الإنجليز في خلال يمكن 4 سنوات الأوائل علموا الناس، وعشان كده بقوا معلمين. المعلمين دول بعدين اللي واصلوا للجامعات أخذوا شهادات عليا زي الأستاذ عيسى وغيرهم بمشهد اسمه. وده كان يعني عن طريق هم كانوا جابوا معلمين من السودان وعلموا الناس، ومعلمين كثير نجحوا في الإنسان اللي فيه بسرعة يتطور ويكون في معلمين وكتبة. هل النظام في أسمرة ده في خلال 30 سنة ما يقدر يجيب مدير عفري أو مدير حدارباوي ولا لبتاوي ولا مدير بليناوي ولا مدير أي فارياوي إنه في أي مكان تمشي المسؤول هو اللي يتكلم تجريبي؟ وحتى أنت لأبناء المنطقة مفروض عليك أنه أنت تتعلم تجريبي. أنا مرات بستغرب لما بيجوا بيحاضروا الشعب بالذات فترة متقدمة شوية في عن الإيدس وغيره، فيها بيتكلم بالتجريبي بس ما عارف أنه هل الناس اللي قدامه ديل سامعين اللي هو قاعد يقول ولا لا. هي مسألة بتاعت أنه يقول اللي هو عاوزه تنتهي المسألة. لذلك السلطة هي شيء أساسي في أن أنت الإنسان يبدأ يحكم نفسه من تحت يعني أنت ما يبدأ يكون بواب يعني بتاعه في مبرايب أو في لوكويد ولا في روبي. لازم يكون في يتكلم تجريبي عشان يكون البواب أو يكون السواق. حتى لو شفت بيشة اللي يطلعوا منها الذهب والسميد يعني أبناء المنطقة نفسهم ما موجودين في الأيدي العامة يعني. أنت المفروض تطورهم يعني، لأنه واحد ما ممكن زي ما يقول البقرة ما جزء منها ما يكون سمين والجزء الثاني ضعيف يعني. لو حتسمن لازم تسمن مع بعض. وده والأخير يعني يجي الثروة نفسها. الثروة اللي موجود منها تحت الأرض واللي فوق الأرض هي ملك الشعب الإريتري.
صح، لكن كمان الأول اللي مستفيد منه يكون اللي موجودة في أرضه يعني. إذا كان دلوقتي بيشة موجود في منطقة مبرايب أو كمان في منطقة البارية، ما يكون الأوائل بتاعت اللي يستفيد ويشتغل ويتعلم ويفرض على اللي يعمل شركات هناك أولا تعمل مدارس، تعمل مستشفيات، تصلح طرق وتطور البلد. مش أنت بس شوف دلوقتي دانكاليا البوتاش حيطلع من دالون، لكن للأسف ابن المنطقة ما حيستفيد منه يعني. الشركات حتجيب اللي يخدمها واللي هو جاهز، لكن انت لو فرضت عليهم انه 20% 10% 30% لازم من عمال يكونوا من ابناء المنطقه، وفي نفس الوقت لازم تعملوا لهم مدارس، تعملوا لهم مستشفيات، تعملوا لهم عيادات، تعملوا لهم تصلحوا الطرق بتاعتهم اللي يمكن نقدر نتطور يعني ونمشي لقدام. لكن لا، النظام ما عاوزنا نحن نمشي لقدام. ده وده واحد من الحاجات اللي المفروض نحن نعملها في اسباننا، لما نطالب بأن نحن عشان نزيح النظام الموجود والدكتاتور. الحاجات دي الثوابت الوطنية دي لابد من أن ناخذها ونحافظ عليها. بحث إيران أنت تقول نحن بدراويان بزح كانت تشجراتنا سرعة فترة الجيل نزي كان جزء مثل موتات في اللعنة بزي كن عريان تقولنا تمت ممان زبهال كما يجي مرسي تمت ممان زبهال بصراحة يجي حقي بينك كمو في نقبره محنصب بيننا نتقبره تعدنا كلنا تأجرنا كلنا ስለዚህ አቡ እዚህ قوام في قوام بالبحر يقولنا نافرتا، لكن بعض قوام كل زلو نبتا አለው ስልማ አብነት ቋንቋን አይ ችግር አለውና ከምዝትሪ ወዘለهم ነው أنا ساعات يتزاريبه بين ساعات تقرنيا ساعات بعرب خونا الناس انت ساعات إذا تفاعي نبرون كنتي نحن ناخذ بنمرن كلنا تبرتي بزينا فيدريشن جمرنا بعربيان تقرنيان توم بعرب كل شيء زل سابجكت تسلم مهار تقرنيا هم كان مهار يردا توم تقرنيا زم مهار وانا تسابجكت تسلم مهار عربيان مهار يردا بين سالساي كان يرنا إنجليزية حامشاي كتبقات تنتقل لي تقرنيا زم مهار زنبرين في عربيان حامشاي بس إنجليزي تسلدي إزي حجازي يرو هنا لومي أبزن 3 عامات مثل نازر فبنا له حزب إرترا 3 طبعا مملخة زد ما حبتي عربيات تقرنيا إنجليزية تزارب معدي الكامل قضية تحيد عن اللغة، لكن لا نحن في سرعة وانا زلو نخنزي فيكون هذا أنقى تقرنيات راح كقوم إذا دماني منتاي تقرنيا فتشين هذا زي كونه حكم هذا سلطانو ناي مفصل سلطانو ناي محلاو كما قلت سلوزي هذا خاطر أنا أقلبهم هو زرقنا في العرية زرقنا قال أيزي ناي مريت كتو مريت كتو دما مريت ناي منجستي تباهي من مريت ناي منجستي ولا مريت ناي حزبي حزبي دما حنقول كلنا نفس زخانة الدين زخانة قبيلة زخانة إلا مريتات كلنا سلوزي أبو شكل كله على كله
نعود مسناي مريت حتى أساسا سدتنياتات زوم كاب سسان شوعتن تسديدون في السودان بنوري زلون زيهم كل مسلم حتى تيزلو سرعات كمسوم هاي دلينا ورات من بسات من السياسار نقوم الصوم سعرتات نيرو تنجد مرتا لأن كان زي من البسوم نيرو سرعات زمان لازم زي من هذا خاطي مستمريت أساس رأي وهي مريت رجع أيوة كمل أستاذنا. أيوة ومريت بهالم كله مريت نفس وقف نادي مريت في الليل ويكي شايو بس وزلوا كتمان عدي ويكا نحر الشاي ويكا نايم الوسايل سلازي زي أب يموت أتينا وحنسب أبتمدل يزل الناس هذا قناة رترا ناي كل زغنة رترا بس حتى قلنا بخمس عام السنة سال الرابعة نبيتي ناي سلطان بالداي سلطان بمجمع مرتاتي بانقان بانقان تتكلم بانقان سلطان بانقان سلازي تي خون زنبرو عبد رترا نظام عبد الثلاث عامات كاب نظام صوم بهيراتي لومان كله مالت رتراوي أبزخونه بقبيل ديو بندو ديو بزخونه حلو كخون نيرو تلاقي تعشق مثل أب بهيركا نسوق علو نسوق محاضر يعني أي كأن نيرو نفسنا قبل 3 عامات زحات كمورو مخالو خاب كلن قدتات إمدادات والقبيلاتات زي أي تجبر تاس حام شيء تنقد بقتي ناي تزلو حتى أبنا أب تحت مدري له أب دبلون له أب مالت بحر له زي حجي أبتنا حزب إرتراي حكي قلنا تحقق مجمع مرتاد قام خاطر تبوت زلوا وركي أبوتا ناتين تلو عليه على الأقل كالم تزير فيه بيت مرتي حكمنا حرف كركب اللون ويتأثروا ما يكتتلون تنش أبو وركي زعدنا جداليا مجمع تاخذ جوز النقطة معن أبز بوتاتي بيت مرتي أبز عيلاتات فعاتنا كمون حكمنا بقولهم سفيا بقولهم دحريو تمثل أسرحوهم ما بنت رابطي بكل إرتراو خفوتي جنكا بلا عسرتها عملتي ويكسرها عملتي إذا نزوم عبد ذك تعد جلو قوم وين كان تبيرك تي معبالة بحنسب في الخدمات كنتي بحال لامسكي حدا قلنا يتسبح حدا قلنا أي دخلتي أي تقولين يعني أي تعبرني أي تعبرين كويس يا سيدي سلازي زي هذا خاطر تاشو والنقطة الأخيرة اللي عاوز أخش لها هي دلوقتي اللي نحن قاعدين نعيشه وللأسف قاعدين نعيش في مشكلة في إثيوبيا بين ويانا تجراي وبين الحكومة المركزية في أديس ودي ما عندها علاقة بيننا نحن لا من بعيد لا من قريب يعني ما قد يتم نتمنى أن هم ما يكون عندهم مشاكل يعني جيرانك ما عندهم مشاكل أنت كمان تكون في مأمن يعني. لكن جيرانك لو أمينو حبيبنا في دبل في الصوت صوت مكرر أي صوت مني أنا الصوت مضبوط. لا الصوت مضبوط يا أستاذ أبو ناصر. طيب طالما وقفت الأستاذ يعني بالمناسبة يا جماعة دخلنا حنا السنة الجديدة 2022 ونتمنى لكم سنة سعيدة مليئة بالحب والسلام والاستقرار والازدهار. كلتش عن عسران كلتن أتينا حجي أبزاد غير وزيئة
نخلكم كأنت كاتاتلونا نسانا بزي أبزوم زلكم يكون ولا فيسبوك كمون كل ملو حزب إرتران عالمن رحوس حدش عمد سلام فقرن كسانة رهوان يقبر لنا تبل جروب زتين حبر ومرحب. شكرا. تفضل. شكرا. ولكن نحن بالنسبة لنا أخ أمينو لسه ساعتين يعني. أنا أنت دخلتوا وفي قبلكم أستراليا دخل يمكن عندهم نص يوم يمكن. أيوة عشان كده ده الشتات اللي نحن قاعدين نعيشه للأسف يعني. إن شاء الله ربنا يجمعنا في البلد على الأقل مع بعض يكون عندنا تقويم واحد وساعات واحدة يعني. فكنت أقول أن المسألة بتاعت إثيوبيا دي ما لا من بعيد لا من قريب تهمنا نحن. المفروض يكون عندنا الموقف هو أن هم يحلوا مشاكلهم التي هي أحسن بالسلام بالمفاوضات بالإسلام، لكن نحن بعيدين منها للأسف. عندنا نظام ما يعيش إلا في الأزمات وفي المشاكل. عشان كده أقحم الشباب الإريتري في المعارك. أنتم عارفين زمان دخلهم في معارك مع السودان، دخلهم في معارك في الكونغو، ما بعرف في جنوب السودان، دخلهم في معارك مع اليمن، في معارك مع جيبوتي، في معارك مع اثيوبيا، وده فات كله دلوقتي الشباب الإريتري من ساوى إلى المعارك اللي بين الأخوين الأعداء زي ما يقولوا بين التجراي وبين الحكومة الموجودة في أديس. وده نحن لا ناقة لنا فيه ولا جمل يعني، بعيدين منه للأسف. لكن انقسمنا على هذا الاسم يعني. تلقى كثير من الاسمين قاعد يشوف أنه استقلال إريتريا مرتبط بوجود تجراي، واللي يشوف وجود تجراي ضروري هو أول تجراي لازم تساعدنا. وزي ما شفت أو زي ما قاعدين نشوف دلوقتي يعني المسألة تطورت في أنه الآزيان برو مسائي ما بعرف تجراي وكل ده بيعمل على أساس يضرب وحدة الشعب الإريتري يعني، وينتهي مننا نحن كشعب. ويمكن آخر إخراج في المسألة دي كان البيان بتاعت المثقفين من أبناء تجراي اللي بيقولوا أنه عاوزين ريفرندم أو عاوزين استفتاء في تجراي موجب المادة 39، وبعد كده هم عندهم حق في البحر يعني. البحر اللي هو إريتري هم عندنا فيه الحق. وللأسف من الإريتريين دلوقتي قاعدين يسوقوا للمسألة بتاعت مع تجراي نحن نقدر نتخلص من النظام، لأن تجراي عدوهم سياسي ونحن عدونا سياسي، عشان كده يدنا في إيد في إيد مع بعض نمشي. لا، أنا المهمة بتاعت الهوم وورك أو الواجب المنزلي هو واجبي أنا كإريتري يعني أتخلص من السياسة نادل عشان أزيد، لكن مش في دبابة تجراوية تجي لإريتريا وده طبعا أنا معناه حدفع الثمن. شنو هو الثمن؟ عارفين ما في لله اللي يساعدك. وهم قاعدين من زمان يعني، زمان كان قالوا سبحة ندى، وبعدين قالوا سيا أبرهة، وبعدين قالوا سات كان. ودلوقتي المثقفين بتاعتهم في عن العالم اجتمعوا وقاعدين يقولوا أن البحر ده بحرنا عندنا حق فيه. ده يعني المفروض نحن كقوة وطنية نتصدى للمسألة دي، ما ننقسم على مشاكل
ممكن نختلف في مشاكلنا نحن كإريتريين، لكن ما نختلف في المشاكل بتاعت الإثيوبيين. بحصيروا أنا في الجبلوزي في كابول زجاجة ده زي قدام إثيوبيا زلنا يمون تجراين كل التجراي مالتي وهي أوراق تجراي كمون مستي فدرال مستي واللي عزل شجر تزي كون محشي بحالتنا أول أنا بعلي مخنيات قربيتنا يوم سلام كنيل سلام كنيل قربيت كانت تزو حاول توليها تحاولنا بها صح تفلتها لازم تحاول إن كله تفهم سلام شجرهم فتكون دلينا كل هيكونن كم زي كله بزحات هيك بزحات كده كده قالوا منزل الداعيين حوارنا تبارو مسكون تروكم بالعلم الصوم يوم تو مجمرت الناس نازل ولا الناس ما احنا بعدنا يعني يلا كان أي ولا هم غيرهم تفريقهم منا شوفوا نحنا قلنا كجمهورون كلهم نحنا حفزنا يوم نحن ناتهم أبنات ناتهم تمكروا زقسمهم زكافلهم نحن تبادل الحرب الثالث كل هيك زباو حاجة هذا تدعي زباو سلجي بزح مالت أبزين تاشكيل قبلي هنا سلجي تي قوون زنبرو نحنا زبد زينا ناي كلهم هنا إذنا برنانا كنا يمكن سرعة بسمرا زلو هب شجر يزنبر شجر انت زي رفيبا ينبرين سلجي شجر نزي من يؤتي وانت بالكها نزوم من سياف دكنا دكنا كاب ساوا في استاذ أبز حوي تولي عزل لكتيوب تاي توام عن الوزي نخلنا لنا بيجايو قونا إلى برون وتوم دكنا بسلام بوتهم سبرون كل بسلوهم أتناتا بحريتي أبز حجز له قلنا برون سايدو قلنا أغازيان قلنا اللي بنزلونا أب ناي شجر ناي تجراي تحجزنا اللوان إلنا زي كنا كنفلالة نحن ممكن كاميرا راي ممكن الفلالة نخلينا في اللي نعم ما بعد آخر فترة نخلينا قل بناي هذا قرار ماتا وتانكنا تجراي تسقلنا مسينا من مسرعة السمر عزل وخنا بقسينا بالتلو جاي ناي كنا ناي كنا صباح تدخل في الواقع من الوقت ስለዚህ እነዚህ ዋጋ ነው ጽባህ خفل زبون خي مخفل كاب حجي بآبو احنا مزيد تطوق نبلولنا وسعرنا كلنا توم دلي تفتحينا نبل توم تقاومينا نبل توم نقالة زبون نبل أقبابناهم قيرا سلتناهم قيرا تمي غيرنا هنا زلونا يو ناب زحشة يسبر كريسترا ولا بحرايو ويغني لي أنا تزبل حجي كلكم تفلتون كلكم تبلون سلزي خانة تسفى قدر انتاي خيرنا خليت بلو بعضنا يقل قربت انتاش قدر غير قوم تسفى قدر أنا بالاختصار خلصت هنا وأتمنى أن أنا الحاجات اللي أنا تكلمت فيها الكل بيعرفها والكل بيفهمها والكل قالها قبلي يعني لكن كان تكرار بالنسبة يعني بين الأمس واليوم وأنا أتمنى أن الروح بتاع الإصرار والعزيمة والفداء والنكران الذات كلها اللي كانت موجودة في الفترة الأولى تكون موجودة دلوقتي يعني بدلا ما الروح اللي دخلها السياسة لأن الشعب الإريتري والأمة الإريترية معطاءة وتدي لكن اللي قطع دلوقتي
وقف لأنه شافوا أنه بعد الاستقلال الناس اللي نادلت 30 سنة ما لقت حاجة، لقوها في الشارع، وفي ناس مستفيدين اللي ما كان عندهم أي دور. لذلك هذه درجة من العطاء، درجة من الإخلاص، ودرجة من نكران الذات والفداء والتضحية. اليوم ما مستعد الواحد يضحي، لأنه يقول لك بكرة إيش حيكون أنا إذا كان ضحيت اليوم، أنا إيش حلقى. لذلك اللي نلقاه لو فعلا اقتنعنا، وأنا متأكد أن الشباب الإريتري زي اللي كان في الستينات والسبعينات لما كان عبد الله يغني نادوا تعالوا واصلوا الميدان، والناس كانت تسمع وكانت تمشي للميدان. بالوقت كمان الناس مستعدة تمشي للميدان، بس بشرط أن القيادات نفسها ترتقي للمستوى بتاعها، تطلع كثير من الأشياء اللي قاعد وقتنا يضيع فيه أنا وأنت وأنت. وشكرا. شكرا أستاذنا أبو حيوت. يغني لنا ناي بحقي نتي ناي تمالي نبلو كاب مجمري تصور إرترا يكون ولاون تي قداي غدي ناي إرترا انتاي يمثل كم دنبرن تي قالسي بخمي جميرون بخمي كامعري كساب نتعنت بتحنا كتيل كاون تي دحر نتعنت زلو خنتات بملؤون بعمق زبالي قليس كالنا. شكرا جزيلا لك يا أستاذنا. كابزغت لنا نحنا أبتينا يحطون ملسن كيدينا زيادة وناو كعمق سفح سلازغ التي حزنا يزل لنا رأستي. بمجمر يا أستاذ محمد علي، إذا أنت جاهز أعطيني إشارة. محمد علي إسماعيل. الو يا هلا والله. قاعد نسمع. ايوه ايه مسموع ممتاز. خلاص ان شاء الله حنبدا بسؤال وجواب، والترجمه للسؤال والجواب ان شاء الله حتتعاون مع استاذنا ابو حيوت. بمجمر يا استاذنا ابراهيم قدم، انا خلت حطوتات اللغه ابتي وان اني هايله سلاسي صوره ارترا بجمروا له جيزي منقستي ناي هايله سلاسي ابتي وان تي دارغا تزحايله اب افريقيا عين تباهيلو زغلز نبره ازيو حيال نيرو مزخل جن تي عقبتات زنبره ارتراوي تقاليسو نصانتو خمتصالو زبل زنبرو عقبت ولا وحدات كابشوعات زي بزح قطروم بمريحنت ناي حامد ريس عواته او وشتي ارترا ابغو ادال نتصوراه جمرون ابتي زلا على درجه ازبط نخبت حزب عون سلا بهم تجمروا مالتي مستي مقارنه بمقبار مالتي ابزو وانا زنت دارينا اني بكل شنقاتو تي اب مصر كايد زنبره ناي بوليتيكا ناي جبهه مقامكم قال كله ابزو وان زون ابدغسي وكل زي قدول ناي بوليتيكا منقساساتن كله تي نتفتات هالو حنتي كساب حجي صقيما زلا سلامنتايو لكع كمتي ابتوانتي زتقبره حجخ قبر زي تقاله سلامنتايو تي قالسي او وشت مير ارترا كخون زي بقعلو مخنياتسي انتايو تبلياتا قداميتي اتا خليت دماني اب زربخاون قرب تنكيف كان يركا بفلاي انا خبت عذبكو كله بلايك لنجن مبزحتهم وي بزحات لو انا كوني ابزخون ودب يلوكن انا ناي زخون ودب سرعه يكون كونيلو باونتاو غيري قلصان نفسه يعني زي مستافو وي زي موداب مخ انا زي تودبه اكل انت ابزو وانزر اناسي تقطري ناي تقاومتي انصار سرعات زي كم حزب خمريون تراخونا تزلا على برسنتج كوينو ترخبو جن توديبهم قالسو زلو ازيوم وحداتيو اتوم زي تودبو جن تقاومتي انا زبلو بتعمي بزحت ترخبهم اتتصقم انتايو ابي زلو زين كل تحطه ان شاء الله. اوكي تفضل محمد علي. شكرا.
هو أصلا سؤالين. يعني السؤال الأول هو يقول في الستينات، يعني في بداية الثورة الإريترية، يعني نظام هيلي سلاسة كان يعتبر يعني ضمن الأنظمة القوية في تلك الفترة وبالذات في أفريقيا، مع كل عامل القوة بالنسبة للنظام الاستعمار الإثيوبي في تلك الفترة. يعني الثورة الإريترية بدأت بعدد يعني بعدد بسيط، وقدرت تتحدى، يعني الثورة الإريترية قدرت تتحدى النظام الإثيوبي، وحتى في النهاية يهو المجتمع وصل إلى انتصار ونال استقلاله. يعني أما اليوم طبعا في هناك يعني في هناك فعلا ناس كثيرة متعلمة، وفي هناك برضو مشاركة بتاعت غالبية الناس، ولكن أنت بتسمع أنه بعض الأفراد يقولوا لك نحن والله ما عندنا التزام مع أي جهة سياسية أو تنظيم سياسي أو حزب سياسي. ف يعني ايش ايش الفرق بين المرحله بتاعت بدايه كفاح المسلح بعدد بسيط وبمعنويات مرتفعه، واليوم كيف تقارن مع الوضع الحالي حسي اللي هو يعني مشاركه الناس مش كما مطلوب؟ يعني ليش ايش الاسباب دي؟ يعني ده هو اوكي. شكرا استاذ محمد علي. تفضل استاذنا ابراهيم. شكرا استاذ اخ محمد علي. والحقيقه الاجابه عليه مش جهاز الاسمين. يعني الفرق مش في الناس، هو الشعب الإريتري هو لكن النتائج اللي شافوها وأنا كنت ذكرت لما بعد دخول الجبهة الشعبية أسمرة واستقلال إريتريا، ما كانت الناس تنتظر هذا الوضع في إريتريا. كانت تنتظر أنه الكل هذه الفرحة حتعم، وهذا الوطن حيكون وطن يسع الجميع بنفس المستوى وبنفس الفهم. لكن ده واحد من تأثيراته، الناس ما عندها الاستعداد دلوقتي عشان تضحي من أجل إريتريا اللي أصلا ما معروف. يعني اللي يحصل إذا كان هو نفس النتيجة بلاش منه. دي واحدة من الأشياء اللي المفروض قيادات المعارضة تحاول تعالجها. يعني وما تنسى أنه نحن دلوقتي الفرق، زمان كنا في إريتريا وفي داخل إريتريا وأنت تتحرك في إريتريا كر وفر، هنا معركة وهناك معركة ويستشهد واحد من الاثنين هناك، لكن بعد الاستشهاد وبعد المعركة تلقى 20 نفر جايين لك، يعني لأن أنت موجود هناك والناس عندها القناعة يعني لازم تساهم. يعني الدم ده اللي راح ما بلاش يعني. لكن دلوقتي لا، نحن يمكن الحراك اللي موجود واللي هو موجود هنا في الخارج. يعني نحن موجودين في الخارج وعاوزين يعني من بعد، يعني على بعد، او زي ما يقولوا بالريموت كنترول نعمل شيء في داخل روسيا. لا يمكن. التجربتين اللي كانوا المفروض نستفيد منهم نكون قطعنا بهم مشوار لقدام او حققنا الامل بتاعنا، كانت الحركه بتاعت سعيد علي حجاج في فورتو. دي كانت لو لقت الدعم من الكل بالذات من الجيش وتخلصوا من النظام، نحن كنا 10 سنوات كانت حتكون أحسن من اللي فات. يعني ثاني الحركة اللي كانت في مدرسة الضياء واللي
المنادي الكبير التسعيني الحاج موسى محمد نور، يعني لما قال لا للنظام ووقف وقفة رجل ووقفة أسد، كان المطلوب نحن كلنا ندعمه، يعني كلنا ندعمه، نحن اللي في الخارج ندعمه، لكن أهم من كده كان الموجود في الداخل. المدن الإريترية كلها المفروض تتحرك وقتها. للأسف الأمراض اللي دخلها سياسة فرق تسد اللي هو عمل فيها 30 سنة أو 20 سنة جابت نتيجة. وعشان كده الحاج موسى محمد نور وكل المظاهرات اللي تحركت من أخرية ووصلت لوسط البلد ما قدرت تعمل حاجة يعني. فالواقع اللي هو المختلف اللي خلانا كده. أما المسألة بتاعت الفرجة اللي قاعدين تقول عليها، صحيح الناس قاعدة تتفرج، لكن ده أنا أقول ما حيطول لو القيادات بتاعت المعارضة نفسها غيرت من أسلوبها، يعني عملت بطريقة تكسب بها هذا الكم الهائل، بدل متفرج يكون مساهم في العملية عشان نوصل للشيء اللي نحن عاوزينه. وشكرا. أنا حترجمه على محمد علي. محمد علي جاهز اعترف. والله خلاص اوكي. أبو منير لو نقص شيء ممكن لو نقصت حتساعدني. لا ما حتنقص انت بس. خلاص اوكي. هو انت تكلمت بعربي مش كده؟ لا. اوكي. انتهي له بساي ابراهيم تي هزبي حديو اي تغيرن تي ناي قدمي 91 ዝነበረ ኩነታትን ናይ ሕጅን ኣብቲ ህዝብናሲ ዝተቀየረ ነገር የለን። ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ግን ድሕሪ 91 ዝተራእየ ወይ ዝተረኽበ ምዕብልናታት ህዝቢ ኤርትራ ዝፅበዮ ኣይነበረን፣ ዝፅበዮ ኩነታት ኣይነበረን። ምክንያቱ እሱ ይመስሎ ዝነበረ ድሕሪ ናፅነት ሰላም ተረኺቡ ዲሞክራሲ ሃልዩ ፍትሒ ሃልዩ ህዝቢ ብሰላም ክነብር እቲ ዝነበሮ ትፅቢት። ግን እዚ ስለ ዘይኮነ ንርእሱ ሓደ ታሽሙ ፈጢሩ ማለሲ እንታይ ውሕስነት ኣለኸ እንተዳ ንሕና ተቃሊስናሲ ካሊእ ምቅያራት ክመፅእ ይኽእል ዶ ይኸውን ዝብል ንርእሱ ኣብ ሕቶን ምልክት ሰብ ክትኣቱ ጀሚራ ያኒ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ሽግራት እዩ ነይሩ። ግን ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቅያር ዝተገብረ ናይ ስቡእ ስዒድ ሕጃይ ዝተወስደስ ናይ ኩዴታ ስጉምቲ ኣይተዓወተን። ግን ንሱ ተዓዊቱ ነይሩ እንተዝኸውን ምናልባት ሕጂ ዘሎ ኩነታት ብከምዚ ምቐፀለን። ካሊእ እውን እዚ ናይ ምንቅስቃስ ናይ በዓል ሓጂ ሙሳ መሐመድ ኑር እዚ እውን ነቲ ስርዓት ኣርዒድዎ እዩ። ግን እቲ ስርዓት ንህዝብና ምእንቲ ስልጣኑ ከናውሕ ኣብ ውሽጢ ህዝብናሲ ፍልሊ ናይ ኩሉ ፍልልያት ዘርኢ እዩ። ሕጂ ነዚ ተጠቂሙሉ በዚ ምክንያት እቲ ዝተገብረ ምንቅስቃስ ኣይተዓወተን ወይ ናቱ ኣወንታታት ናቱ ውፅኢሲ ኣይተረኣየን ይብል ማለት እዩ። ካሊእ ሓደ ካብቲ ሽግራትና ንሕና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይና ይኮና ንቃለስ ዘለና፣ ንሕና ወፃኢ ካብ ኤርትራ ኢና ዘለና። እዚ እውን ንርእሱ ናቱ ሽግራት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ፍታሕ ናይ ዝኩሉ እቲ ውድባት ማለሲ ንህዝቢ ክኸስበሉ ዝኽእል ንቃልስና እውን ክዕውት ዝኽእል ሓድሽ መደባት ንኩሉ ከሳትፍ ዝኽእል ተሰሪዑ እንተዳ ተተግቢሩ
ممكن مكيار كمتصف يخيليو جن كساب حجي تي أبعوت كبصحنا زي كاله بزي تقصكو مخنياتات كخوني خيليو يوزبله انت داودي له هنا وسخلو بس إبراهيم. شكرا يا أستاذ. شكرا أستاذ محمد علي. أوكي، الأخ صلاح علي أحمد. شكرا أمينو، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشعب الإريتري إن شاء الله كافة بخير. وبرضو أخص بالتهنئة الإخوة مسيحي إريتريا بأعياد الميلاد، ونتمنى طبعا للشعب الإريتري يحقق أحلامه من الحرية والسلام بقدوم هذا العام الجديد. وكما أحيي المناظر الإنسان أبو حيو يعني إبراهيم قدم على هذا الجرد، وأعتقد يمكن العبارة بتاعت الجرد كانت في محلها بالمناسبة. والأخ إبراهيم كأب وطني مخلص وفي لرفاقه من الشهداء والمقاتلين وجرحى حرب التحرير والرعيل الأول، فهو شاهد على هذا الجرد والعنوان فعلا كان عنوان مهم جدا يعني، وهو دعوة لصفحات من التاريخ الإريتري المتعلق بنضالاته بالأمس واليوم يعني. طيب أنا حقيقة عاوز أطرح استفهامين. الأول يتعلق بالتعامل مع التاريخ الإريتري، والثاني التعامل مع الثوابت الوطنية. نحن أخي المناضل إبراهيم بنعرف إنه التاريخ هو حدث وبعدين فعل إنساني يعني، وهذا التاريخ الإريتري فهو أيضا تسجيل لفعل الإنسان الإريتري، وكان أو يجب علينا أن نتعامل معه بأنه صفحة من صفحات البشرية بصناعة يعني فعل الإنسان الإريتري. لكن للأسف التعامل الإريتري مع التاريخ أصبح بمنطق أنه رصيد الانتماء، إما أن نكون يعني أنت تنتمي أو تنحاز للتاريخ من خلال انتمائك الديني أو المجتمعي. كل ما سرد يعني سردنا التاريخ، الناس عاوز تبحث عن نفسها، الإريتريين عاوزين يبحثوا عن نفسهم في التاريخ من الزاوية بتاعت انتمائهم يعني، وهذا يعني أعطانا تشويه للتاريخ، ما قاعدين نتقبله كما هو ما صنعه هو الإريتري بغض النظر عن انتمائه الديني. اليوم بدينا نشوف في القائمة، هل القائمة دي التاريخية هل فيها مسيحي، هل فيها مسلم، هل فيها القبيلة الفلانية، هل فيها رجالات يعني، وده بكل صراحة يعني خلانا نشوه تاريخنا ونبعد عن حقيقة تاريخنا. فالاستفهام هو 30 سنة من نضال، وقبل النضال المسلح كنا أيضا عندنا نضال آخر. ليه إلى الآن نحن يعني نبحث في التاريخ انتماءاتنا؟ ليه ما نستوعب التاريخ باعتباره فعل إنساني إريتري بغض النظر عن؟ لذلك ديما لما يعني داير تخوض صورة وخاصة في نموذج قدامي الآن، كل ما نخوض التاريخ دايرين نجيب رمز ينتمي للمسيحية ورمز ينتمي للإسلام، في الوقت اللي إحنا عاوزين نذكر التاريخ كما هو. ففي وجهة نظرك كيف ممكن إحنا نتخلص، وليه العقدة هذه متمسكين بهذا الاستفهام؟ أما الاستفهام الثاني اللي هو أنت ختمت به يعني سردك لنضالة الشعب الإريتري، هي محطة التعامل مع الثوابت الوطنية. نحن كإريتريين اختبرنا في الوحدة الوطنية في 3 مراحل، لكن بتمسكنا بالثوابت الوطنية اتوفقنا على هذا على الوحدة في اختبارها. في مرحلة تغيير مسير الفيدرالية الكفاح المسلح، والآن نحن أمام مرحلة حاسمة فعلا في إطار وحدتنا. طيب ليه المرحلة دي ما قاعدين نتعامل بنفس التمسك بالثوابت الوطنية؟ كما تفضلت اللغة عندنا فيها مشكلة، الأرض عندنا فيها يعني الخلل وين؟ إنه إحنا الآن يعني ما قدرنا نتعامل بنفس التمسك بالثوابت الوطنية في المرحلة دي. شكرا. شكرا أستاذ صلاح علي أحمد.
تفضل محمد علي. اوكي ابتي مجمريا بزاي صلاح او صلاح بزعبا بزاي ابراهيم ني بصوتو تقالستن سواتن وفوي مخانو كومون تاريخ كله زي بزعبا او انتات ناي بزاي ابراهيم بريسو كابو ندحر انتاي يبل كلتا يتي ناتو حتو يبل حدا بزعبا تاريخ إرترايو بزعبا زي كتقسم كله تي تاريخ كم زلو وبكند نوصدو أنا أبتي تاريخ نفسي ألو خدو يلخون زبل حتو يلعال إذا حدا خد كبتي شجراتنا يبل أبكندي تي تاريخ سي سبز صروحو إرتراوز صروحو ومخا إرتراوز صروحو تاريخ ناي كله مخانو ناي جدن وين أنا كرأي له ويكاب مالسي تي بهايمانوت دو بمنتاي دو زتكس زين عايز وكل شنا خلوه ده يبلون زي كونه كم تاريخ ناي إرترا كم قبلو نرئي لنا إذا حدا خبتي شجراتي يبل كالي بزعبا هجراو مقومياتات يزبل تي هجراو مقومياتات وين مالسي قدم أب جزية يعني حمساتات سوساتات بزعبازي مقومياتات سبب تاشموتو التونيرا بقمتو التونيرا وتقبلو نيرا حجي أب جزية بريتاو قالسون كومو حجي جن انت جنا خم بحدش إذا ناي هايمانوت دو ناي قامقاتات دو إذا زبل إتي هاجراو مقومياتات زبل بجبو يعني إنت جنا خم بحدش يمثله سلم إنت يزخله زر إزوله يزبل مثلاً I think مقومية تردي أيو بساي قدم تدا زقدول كون نجار نتولو تفضل. لا شكرا يا سيدي. بالاختصار أولا التاريخ أستاذ صلاح هو بخير وبشر تاريخنا، هو ما نقدر نتنصل منه ونقول أنه ده ما كان. هو تاريخ الشعب الإريتري بكل اسم ما فيه، والمفروض العاقل ما يختلف على التاريخ. ممكن يختلف على الواقع اللي دلوقتي موجود، لكن على التاريخ ده زي ما قلت بخير وبشر بإيجابيات بسلبيات، هو تاريخ يعني زي ما أنت قلت. للأسف نحن دلوقتي قاعدين نختلف لأنه ما دخلنا في الحيز بتاعة العمل. يعني لو عملنا مع بعض ونادلنا بكل الأساليب المتاحة ما أظن حيكون في خلاف على المادينة جبهة تحرير إريتريا والجبهة الشعبية والتحرير الشعبية اللجنة الثورية وغيره وغيره وغيره. كل ده حقنا. هو اليوم ما نقدر نقول ده ما حقنا وده حقنا يعني. عشان كده المشكلة هي في أنه نحن ما داخلين في الخانة بتاعت أنه نعمل في الساحة الإريترية. زمان ما كان في هذا الاسمين، لأنه الناس كانت بتنادل كلها بتقوم بدورها. عارف الواحد اللي في الدفاع لما يكون موجود في معركة أنه الطلقة اللي تجي ما حتقول ده والله الجهة الفلانية أو القبيلة الفلانية. الكل كان بيعمل المطلوب منه، ونجحنا في على الأقل وصلنا للخانة المكان بتاعت أن إريتريا تكون دولة من ضمن الدول العالم. ده يمكن أنا اللي أقدر أقوله، يمكن قد لا يكون هو الإجابة أو هي تكون هي الإجابة. النقطة الثانية نحن يعني التجارب بتاعنا هي اللي قاعد تخلينا ما نمشي لقدام. يعني الثوابت الوطنية ما في حتى لو نحن دخلنا في مع بعض عشان نعمل ما حنختلف فيها.
لأنه من زمان يعني نحن من أبناء قبائل، ونحن أبناء طوائف، ونحن أبناء مناطق كلنا، يعني ما في واحد اللي ما يجي موجود من قبيلة أو موجود في منطقة هنا أو بيتبع دين معين يعني. لكن إريتريا تجي قبل كل ده، إريتريا تجي قبل أن أنا أكون من قبيلة فلان أو من منطقة فلان أو من الدين الفلاني يعني. لأنه ده الوطن هو اللي يجمعنا نحن، والوطن لما يجمع يجمع بكل الاسماء بتاعتك يعني. وده يعني أنا بقول المرحلة اللي كان فيها النضال، الناس حاملة السلاح وتعمل مع بعض، هي المرحلة اللي فعلا امتحان اللي كنا فيه ونجحنا فيه. لأنه اليوم أنت لو شفت كثار من الإريتريين يعني اللي حصل في الساحة الإريترية اليوم، نحن مشتتين في جميع أنحاء العالم، في أمريكا، في كندا، في ألمانيا، في وين، في أستراليا. لكن لما الإريتريين يلتقوا، بس لو أنت قعدت في زواج مدعو ومدعوين فيه كثار من المنادين اللي كان في الجبهة أو في الجبهة الشعبية، الحكاوي بتاعتهم هي مش انه ده ابن عمي وده اخوي، ده من اللواء بتاعتي او هو من الفرقه اللي انا كنت فيها او من السريه اللي كنت فيها يعني. القوه كانت بهذا المستوى يعني. كلنا كنا بنشوف انه خلقنا روح بتاعت وطن ومواطنه. وعشان كده انت روح مثلا سياتل في امريكا حتلقى ناس كثيره كانت في الجبهه وحكاويهم كلها في البريجيد 71 ولا في اللواء 69 وهكذا يعني. دي كانت خطوه في الاتجاه الصحيح بتاعت انه توحيد الرؤى بتاعنا، توحيد المفاهيم بتاعنا. ما يهم انه ده من القبيله الفلانيه او المنطقة الفلانية. والثوابت الوطنية هي هذه يعني. أنت لما تثبت هذه ما حتاخذ حق الآخرين، حق كل واحد حيكون محفوظ والوطن حيكون محفوظ. وأرجو الأستاذ صلاح، أنا محاولة هي للإجابة، قد تخطئ أو قد تصيب يعني. شكرا. شكرا. اوكي، شكرا استاذ ابو حيوت. عاوز ايوه بزانا مጨረስ ተቐሳ ክጅምር እየ ሱኻ እንታይ እዩ ይቕሬታ ኢሉ ምናልባት ኣነ መልሸልካ ዶ ኣይመለስኩልካን ርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን ብዝተኻለኒ መጠን መልሲ ኮይኑ ዝተረኣየኒ ተዛሪበ ዘለኹ ይብል። ሕጂ ብዛዕባ ታሪክ እንተዳ ኮይኑ ታሪክ ናይ ኩላህና እዩ ክኽበር ኣለዎ ማለት ሲ ታሪክ ናይ ግድን ኣይኮነን ስእለይ ክህሉ ኣብኡ ወይ ከዓ ዘይክህሉ እቲ ክኸውን ዘሎ ትዕግበት እዩ እሞ ታሪክ ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ካብ ኮነ ከም ታሪክና ክንወስዶ ኣገዳስነት ኣለዎ ይብል። እቲ ካሊእ እቲ ሽግራት ሕጂ ገለ ዝረአ ዘሎ እንተዳ ብሓባር ክንሰርሕ ጀሚርና ምናልባት ክጠፍእ ይኽእል እዩ እቲ ገለገለ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ሲ ማለት ምክንያቱ ንሕና ብሓባር ስለተቃለስና እቲ ሃይማኖታዊ ስምዒት ይኹን ወላ እቲ ቀቢላዊ ወላ ውረጃዊ ዝበሃል እቲ ናይ ድሕረታት ጉዳይ ብሓባር ስለተቃለስና ወንቃለስ ስለዝነበርና እሱ ማለሲ እቲ ሓፈሻዊ ናይ ሃገራዊ መቆምያታት ይኹን እቲ ሓፈሻዊ ክብርታት ናይ ህዝብና ነኽብሮ ነርና ብኡ ከዓ ንኸይድ ነርና። ሕጂ እቲ ከም ኣብነት ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ገለ ሕጂ ክንራኸብ እንከለና ኣብነት ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ወላ ኣብ ኣሜሪካ
كتراخب من كلخا مستوم ناي قدم تقالستي بزعبا تمكرو خا اي خا تزارب مالسي ابتي زنبركا بريجيد ابتي زنبركا ممحدار كمي كم زنبره بزعبا قبيله خا ولا هيمانوت كا يكون كان تزارب بزعباتي تمكرو حفشاوي تمكرو ناي حبار تمكرو خا تزارب هجي مو نحنا حجي كابتي كاب هاجرنا ريحقنا بمهلاونا كم اون كم اون اب ملو علم فاحي الناس لزلنا من البات ازي عدل ازي اي ترخبن كخوني خيل جن تدعسب بحبار كسرح كيلا ازي كداخل يخيليو بحالا اي بالمالتشو تدا زوجدول كو نجار هاليو خينو بس اي ابو حيوت كو سخي خيليو شكرا شكرا استاذ محمد علي، شكرا استاذ ابراهيم قدم. طيب حجيت داون النابز حقي سلازلو بزحلفه دحان عدل هبوم نيري نوسز نبري صلاح علي احمد كاب حجني يقول باستقاله متنافتي يحطوكم بقطات اتقم زحماش بزحكم حزوين دلن عمنا ابو حيوت كان سهرين لومي بس ان شاء الله يتحملنا. اوكي تصفاي تقلي تصفاي سمعنت الله فتح معي سمعك الله امين انا اسمع له هدي يا واحد سمع الله. اوكي سلام لكلكم مجمريا ابزي زلهم بمقصال كبور غاشا ابراهيم قدم كميل لها الحمد لله قصكا مرأي دمصها مسمعيكا دسيلني فلتتنا قوالا حيدوت انتخونه ابتن زفلت كوهاجن بتعم خبر لني بلبي خاطهم زلهم سئلن مسبا زربا يكونن نالبات كذكر عند هاذكرنا يفلتن اب شتوتغارت يا هو شتوتغارت يا اوكي لا صبو ذكر كان الله قرم حراي صبو قرم تا تسفاي تخلون فلت شمس لو زخونت ما ذكرت الله تماتي بموتي بزخونه خوينو صبو ابتي مدب دنغيلي اتي قطام قال سرحات نيرني تاخبلا زل انتايو منالبات مسترسي تتحازديو اي تحازن كون خيل انا قلنا عاي سله تقدسن خفلطها سله زدليو مفلاي ناي حزباو حيلتات كلا اي كفال ناي على غجل زنبره اساس افورقي مسريتو زبل ازارباتات نزخيد جن كم زلف افلطو دحار كم زخونه ايمو نسخه حدا خاو على خمس خدكا زبل حبرت الله جن كاب افكا خ سمعو سلازدلخو كمي نيروتي اكايدون انتاي نيرو زيا مغلصيتات نزيا كتفرها لي يدلي كالي بزعبا ابزي ناي موداتا حنتي كبريتو زهابكا تدخمتاتنا ناي مودابن زي مودابن مترنافن زي مترنافن زبل تبايتو رأيتو لني مريحنت زفروسو دا امبر حزبي كم زي ابين كم زي دخمن ابزي اتراي خم حطو غير كتريا ديلي مغنياتو مسرتات تقاليشيو تمريحنتات ناي بايتو حلافنتات جن حلافنتو بمزنقع نتي زدل نجر عيسرحون وسوسلو زخونه وديو زبلكا ابشودن تغيرو نفسها نفسو خيلو غيرو يحايل كا صبو كم وسات ايفونن جن نحقازون نحما يكون زخونه خوينو بدخمت ناي مريحنت ترى حزب طرح يكونن تمريحنت ناي بحق ناي ودبات تصفاي نوي حدو ما انت شو موري توقعات بدلقات ايكون امين حوي يا غرب باخذ ترد انا متردد انت لك تقرارباتي درق حط له حدا كلتنا امطابلكا اتتو هبريتو جن كم زياس ايكونت انه تريتو ملس مهاب مالتي قبل دلي دحان تردين خونو هول تصفا قبر من على تزينو دحان او اتينا بزح قيقا جن سلاز مسخ مرسي كل دليم برد خمتات ناي مريحنتات نفسو قبل خل علوه نخالق كشكمو زي كونس دخمتات مريحنتات ناي بايتو بفلاي مرحتو ودبات نزي ناي بايتو ناي براس جمهور ريتو خاطر يبدا لقات اوكي امين حطوا اغرب باب تسخات دليا غيرك جن اوكي خلاص حراي كل ساعه عندي صقم كويناتي زلو زغون حراي دحان تنرارا صبون يروتي ابهالا زغون خوينو انا مريحنت دخمت امبر ناي حزبي دخمتات كوينو اي كونن زبل تايرو يتخابز دحان
اوكي شكرا كم غير خاليا تا زربا تا بهالاي ولا دحاني يكون في كومنت عدل مسهبنا حسب قاطع مغدخ اللي خاطر تصفاي بدي كنت ما اعرف كان لها ثانك يو اوكي دحان ترى ديك هون صبو قبرتها تزي كنا قلنا حنك سقرت غلي ها كورحا وابراهيم قدم يقني لي لا ولا يهم ناي سلام ناي عامتك نعوت ولا عامتك اكبر الناس عامت زي امين امين تفضل محمد علي اوكي ثانك يو تقدمت حتى يبل خلاي فالنا يزبا حيلتات العربي اوكي سوري هو يقول الاخ يعني اول سؤال يقول مجموعه قوات التحرير الشعبيه المجموعه الثانيه اللي هو يعني مجموعه عالة يقال انه إسياس هو اللي اسس المجموعه دي. انت عشان في الفتره دي كنت في الساحه وفي نفس الاتجاهات، من هو مؤسس مجموعه عالة؟ ده أولى. الموضوع الثاني يقول أنت قلت في كلامك أنه المجلس الوطني يعني الجماهير، مشاركة الجماهير ما كان كما هنا يعني. ففي آخر في ستوكهولم يعني كل التنظيمات والقواعد كلها اشتركت وعقد أو يعني مؤتمر وبمجهود فردي أو مجهود بدون تدخل من جهات خارجية، وده كان إيجابي واستمر بهذه الطريقة وكده. قلت هو يقول أنا من جانبي الضعف ما كان من القاعدة، يعني الضعف كان أو النواقص كان من القيادة، وده كان السبب لمجلس وطني لتغيير الديمقراطي الإريتري يقول يعني. عشان كده هو يقول السبب هو مش يعني ضعف القاعدة ولا بل إنما هو ضعف القيادة. اوكي شكرا. اولا في النقطة هذه اللي قال عن من هو مؤسس سلفي ناسمات أو زي ما يقولون ايوه في مجموعة عالة اساسا. تصفاي برهان عصوا بالجاخة مايك انا عصوا كارلو بليز. اوكي والله شكرا تصفاي اب شتوتغارت ولا نخبة 9 هون فوق تفاجئ تلالينا وتفاجئنا نيرنا وتعمل صبول تقوى نسرح تصرف نيركم وانتي تسفاق بركم خصالي وقوم نسرحكم بزعبانا على زبالكايو محمد علي. معلش انا حتكلم تقرينيا دلوقتي عشان ايوه كويس ف زعبانا سياسة ديو مصريتو سياسة مصرتون زي شعبت 207 أبالنا قيادة عامة هيرو سياس كابو كبوليتيكاو بالصحفات السن أبالنا قيادة عامة محمد صالح محمد فكاك قومون كالوت أبناء زينا سألتين قلن بنور وحنسا مدوك تواهيب ومنيرو نقلوا ذلك أيضا الباسويرا تكون منبوطة سرحهم في جمهور لأن سياسة عالم بس قوة تبسال على المسديولو أنا بسيحة بوتايس تمولو سيلوهم يوم الثاني يوم الشيخ مراحل يرو ولا أبانا قيادة عامة يكون في مسؤولنا بره بين كاتي حلاف النت سياسي يرو توانتي لازم يرو السوق على خيبوب على أبراهام تولده يرو أبراهام تولده ما أبالنا
ናይ 5 ክፍሊ መራሒ ነይሩ ግን ከኣቶም መራሕቲ ናይተን 5 ክፍልታት ክሳብ ዝፀንሑ ኣለዎም ዝተባሃሉ ገሊኦም ሱዳን ኣትዮም ገሊኦም ከዓ ከም ኣብርሃም ተወልደ ንሓላ ከይዱ ዑመሮ ገደም ከይዱ ማለት እዩ እቶም ዝተረፉ ሱዳን ኣትዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ዝኸድክዎ ኣብዚ እዋን እዚ ይኮነን ኣነ ሲያስ ዝረኸብኩሉ 71 እዩ ወርሒ 7 እሱ ድማ ከም ኣባል ናይ ሰናዳይ ሽማግለ ናይ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ክነሰናድእ ተመዲብና ዝነበርና ናተይ ተልእኮ ወይ ዕማም ዝነበረ በይነይ ኣይኮንኩን ነይረ ካብ ሰናዳይ ሽማግለ ተጋዳላይ እብራሂም መሐመድ ዓሊ ረግዕ ጥዕናን ሓይልን ይሃቦ ከምኡ ስዋ ኣሕመድ ናስር ስቡ ሙስጠፋ ዓብዱ ስቡ ሳልሕ ሹም ተጋዳላይ ሰላሕ አዲን ዓብደላ ፈውል ሽኩር ከምኡ ናብኡ ፀኒሕና ሳልሕ ሰባሕ አልኸይር ሳልሕ አሊ ሼክ ዝበሃል ናይ ሕክምና ዝነበረ እዚኦም ኣብኡ ተራኺብና ማለት እዩ ተራኺብና ዘይኮነ ክሳብ ሓድሽ ሹማ መፂና ሓድሽ ሹማ ናይ ኢሳያስ ሰባት እንደሊ ነርና ላዕልን ታሕትን ኣቢሎምና ማለት እዩ ሓንሳብ ተበሳሉ ብና ሓንሳባት ትገብሩ ሓደ ክልተ ሰሙን ዝኸውን ወይ 10 መዓልቲ ላዕልን ታሕትን ኢልና ማለት እዩ ምስ ተራኸብና ድማ እቲ ዝነበረና ደብዳቤ ሂብና ጉባኤ ክካፈሉ ንዕድሞም ከም ዘሎና ኣብኡ ኮይና ከዓ ሽግራትና ክንፈትሕ ዝሓሸ ባይታ እዩ ሲያስ ግን መጀመርታ ነቲ ጉባኤ ኣቆናፂብዎ እዚ ጉባኤ ነቶም ንዓኹም ዘድምፅልኩም ካብ ሱዳን ካብ ካልእ ኣኪብኩም ክተምፅዎም ኢኹም ድምፂ ክትረኽቡ እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ኢንታሽን ይኮነን ተሪቡ ኣብ ግብሪ ሓንሳብ ኮይና ንርአዩ እና ሱድ እምበኣር ኣነ መልሲ ብፅሑፍ ክሰድድ እየ ኢሉ መልሲ ብፅሑፍ ኣይሰደደን ከምቲ ዝረኣኹሞ ወይ ከምቲ ዝሰማዕኩሞ ድሕረይ ኣብ እቲ ውግእ ካብ መንገዲ ተጋድሎ ሓይልታት ኤርትራን ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበረ ከም ዝካፈሉ ተገይሩ እምበር ኣብቲ እዋን እቲ ዳርጋ ሓደ 30 ሰብ ወይ ገለ ዝኾኑ እዮም ነይሮም እታ ፈሲል ኣብኡ ዝረኸብናያ ናታ መራሒ ዝነበረ ዘምክኤል እዩ ዝበሃል ዝሓይን ተሰውዩ ሰሜን ኣብ ደንበላስ ድዩ ይፈልጥን ስለዚ እዚ ኣብታ እዋን እቲኣ ተረኽበ ስለዚ መን እዩ መስሪትዋ ነዛ ሰልፊ ምናልባሽ ብዙሕ እዩ ትዝረብ ገሊኦም ኣብርሃም ተወልደ እዩ ቀዳማይ ዝነበረ ገሊኦም እሱ ይኮነን ይብሉ ስለዚ ምናልባሽ እቲ ናትካ ሪሰርች ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ እቲ እዋን እቲ በዓላ ዝነበሩ ካብኦም ተተረኺቦም ክገልፁ ይኽእሉ በዓላ እያ እዚ ሓደ እዩ እቲ ብዛዕባ ናይ ማለት ሃገራዊ ባይቶ እቲ ህዝቢ ኣይኮነን እቲ መሪሕነት ዝበልካ ኣነ ህዝቢ ፈሺሉ ኣይበልኩም ከምቲ ዝግባእ ኣይከደን ካብ ሃዋሳ ዝወፀ መሪሕነት እየ ዝበልኩ ስለዚ እቲ መሪሕነት ዝግነት እዩ ኣነ ዳሽን ዝገብሮ ዘለኹ እምበር ህዝቢ ኩሉ ሻብ ናቱ ግደ ኣለዎ እቲ ምናልባሽ ህዝቢ ክንወቀስ እንተኮይና ንሕና ኢና ንውቀስ ባዕልና ነፍስና ከምቲ ዝግባእ ኣይገበርና ንኣይ ምክንያቱ ኩሉ ሻብ መሪሕነት እትገብሮ እስኻ ኢኻ ትሓስቦ እስኻ ኢኻ ንዕኡ ፅቡቕ እንተሰሪሑ ፅቡቕ ትሰርሕ ኣለካ ትብሎ እንተዘይሰሪሑ ድማ ትሰርሕ የለካ ነርካ እቲ ተቆፃፀሮ እስኻ ኢኻ ንሕና እቲ ምቁፅፃር እዩ ካባና
ديدلومبر على في النت يقولنان حري كم جزء بحال تمرح النت ذات خباناي وسيو سلذ خماناي بلوسات تنتقلنا بلوس مرح النت كم السنة خير دخومات تنتقلنا دخوم زكونا مرح النت كم السنة خير تي أنا زبلو تي أب حزبي مساحة فلالين حزبي دخمات يقولون تحنت دخمات كم تزق بعض من ناي بكتتال يكون نايك سبوز جبرة سبوز غير كايلو تطاو زي قبلو لا حما زجبرة ما صاي تربحني خال قسم أنا ينفل كان ناخذ كبك على حزبي لأنه تقول داينا تيو هذا أنا بالاختصار أنا بقول المسألة بتاعت اللقاء اللي تم مع سياس كان في 71 وأنا باعتباري عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول كنت مكلف مع رفاقي نادل إبراهيم محمد علي ربنا يطول في عمره والشهيد أحمد ناصر والشهيد صالح شوم كذلك ما ذكرته في التقرير الأخ عبد الله سليمان ربنا يديه الصحة وشهيد مصطفى عبده كل الأسماء اللي كانت موجودة كنا هناك لكن اللي قابلنا بسياس وكان أنا الشهيد أحمد وأنا يعني المجموعة جزء منا بقيادة إبراهيم مشوا لأن إحنا كانت مهمتنا بعد ما نلتقي بسياس نتفرع على الاثنين ونجري الانتخابات في السرايا والوحدات اللي كانت موجودة من شعب وانت نازل لغاية عنصبة يعني. ده اللي كان وسياس وقتها بعد 10 أيام تقريبا لقيناه ما كان المقابلة معه ما كانت هذه المقابلة اللي ممكن تقول عليها فيها إيجابية لأنه كله لما دعيناه مؤتمر هو كان يشوف أن المؤتمر ده اللي قاعدين نعمله هو عشان الناس اللي نجيبهم من السودان يسووا لنا ونجد القيادة من جديد يعني ما كان معترف بأن يبحث عن المؤتمر والمؤتمر ده زي ما يقول مؤتمر سيد نفسه هو يختار اللي هو عاوزه في الفهم بتاع السياسة ما كان موجود وقال في الآخر قال أنا لو حرد عليكم كتابيا سلمناه الرسالة ورجعنا اللي بالنسبة للسؤال الثاني أنا ما قلت عن الجماهير يعني الفشل ما حملته من الجماهير قياداتي يعني أساسا تحملها الاسمية لأن الجماهير حاجة هي اللي تقوم بدورها في المحاسبة تقوم بدورها في المراقبة وده يمكن ناقصنا لأنه نحن موجودين برا الساحة الإريترية لكن يزال الشيء اللي ناقص مننا هو أنه ما قادرين يعني اللي في القيادة ما قاموا بالإسمية بتاعتهم ما نقدر نقول ما يقدر عليه وقاعدين يعملوه لكن كمان هم في حاجة إلى دعم في حاجة إلى توجيه يعني إذا كان في بعض الأخطاء من هنا وهناك نحن المفروض نوقفها ونسلحها يعني ده اللي نقول شكرا. شكرا أستاذنا أبو حيوت. صار دحين 3 ساعات مما بدأنا فبناخذ لنا راحة كده 15 دقائق وتقدر لو أستاذ أمين لو أنا بالنسبة لي يعني الإخوان لغاية الأخبار أخذ موجودين نخلصوا وبعد كده أنا تعرفون يعني ما حستنى أكثر من ده لأنه بالوقت الساعة 11 وده اللي بعد كده حيجي الساعة 12 يعني. يلا خلاص إن شاء الله يمكن هم ال4 أشخاص هذول بس تقدر تحرك نفسك وكل شيء 5 دقائق ونقدم لكم أوكي.
سايرين في طريق الحرية، أصرار سايرين في طريق الحرية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، أصرار سايرين في طريق الحرية، أصرار سايرين في طريق الحرية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، التحالف هو وطنية ديمقراطية. لمصالح النيل الشعب للحرية، تحت وحدات الراية الوطنية، ولا رجعية وانفصالية، هو وطنية ديمقراطية، هو وطنية ديمقراطية. سايرين في طريق الحرية، أصرار سايرين في طريق الحرية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، أصرار سايرين في طريق الحرية، أصرار سايرين في طريق الحرية، التحالف هو وطنية ديمقراطية، التحالف هو وطنية ديمقراطية. بالتناقض والتناحر رضيع الفتيل، والواجع دون المحقق مصير، بوحدة الصفوف وطنيات الضمير، نحرر الأم من قبضة المغير، نحرر الأم من قبضة المغير. سايرين في طريق الحرية، أصرار سايرين في طريق الحرية. أستاذنا جاهز إن شاء الله؟ ايوه حاضر. ممتاز ممتاز. طيب يا جماعة أنا 4 سبات 3 سبات إيدهم حافة بيلهم زلو عدلنا عام كوبومي بدحري قلنا ويحكي نحزو شجر الناس لزخونة كم تلومد جن دحري قاشانا مفناو أبتي ناين كان هبان نايحطو ناي ريتوتات محبة وهم كتسلينا. أمين. تفضل محمد ناصر. محمد. محمد إذا تسمعني أعطيك الله. أستاذ عيسى يدي الإعلان له. أيوة ذكره مالتي. شكرا. طيب
أستاذنا عبد الوحيد إذا تسمح لي، بس دائما ما يقدر هو يرفع يده، فعشان كذا بيأشر لنا بالفيديو ما انتبهت له. تفضل يا أمين. تسلم أستاذنا. أستاذنا عيسى تفضل. أستاذ عيسى. أيوة تفضل عزيز. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة. أستاذ عيسى افتح المايك. أيوة افتح لي. ايه مفتوح هذا. ايوه. اولا طبعا اشكر المهندس المناضل الكبير ابو حيوت، وانا واحد من الناس المعجب به بالذات لما جيت في الميدان، ابراهيم محمد علي وابراهيم قدم باخلاقهم النبيله، مع انه كان في حزب العمل لا تدخين لا ساعود لا خمره لا اشياء ثانيه، كانوا مهذبين لغايه، وحتى في كلامهم ومعاملتهم للناس، لأن القيادات العليا غالبا ما تشعر بعزمه، لكن هم كانوا تواضع وبساطه وكل شيء. وحتى المحاضره القيمه، انا من النوع اللي انوم بدري، بس لما شفت المهندس كنت لازم احضرها لانه عارف دائما كلامه موجز وفي نفس الوقت كمان هادف، وفعلا كانت من اخيم الاسمين. فانا ما عندي اسئله كثيره، بس السؤال الوحيد اللي فيه طبعا او كمان كتعليق، طبعا الجبهه سبب نجاحها كان عشان الشعب الاريتري واحده كانت كله جرى وراها، ولو انقسمت لثلاثه، والتحرير الشعبيه وعوبل ومن ثم كمان مجموعه عاله الى 4 نقول، فكان المشوار اختصر خالص، لأن الشعب كله واقف كان وراها. الشعب الاريتري ما يؤمن بقبائل ولا عشائر ولا مناطق، والقوميات اللي جابها السياسة ما حد يقبلها، وفعلا شتان بين شعب قيادته تكون من كل الفئات، مسيحي مسلم شرقي غربي مرتفعات منخفضات، وقيادة تكون من قبائل وعشائر إلى آخره. فسبب نجاح الجبهة والتفاف الشعب حول الجبهة هو ده كان أهم حاجة طبعا. فأقول أنا لأبو حيوت، إيش رأيك في الأشياء دي؟ تقريبا الجنرال جابوا الأشياء دي في أديس أبابا بتاع وكان يشجع عشان يعمل، وكان يقول حتى تغيير مصير عشان يطالبوا كشعب كالقوميات الاثيوبيه، لانه القوميات الاثيوبيه بعد منه، وبالذات المديريه واحده تساوي 10 مرة قدر إدريس، وكان يقوم ومساحته تقوم إلى آخره. الشعب الإريتري من نشيد واحد، هو ما تقدر تميز بين مسيحي ومسلم شرقي غربي مرتفعات منخفضات، نفس الملامح نفس الحالة. وبالذات نحن لما كنا ندرس مع بعض زمان كنا قوميتين فعلا، حتى القوميتين كنا متماسكين في السراء والضراء كنا. اليوم الشعب تقريبا على حسب ما قاعد اسمع سبحان الله شتت وتفتت، وحتى في الخارج العمليه ما مسره في شاء الله. كيف نقدر نرجعه الى اصله؟ قاعد اقول له يا حيوت. وحتى بالذات العنصر المسلم في جامعات في الثانويات كمسؤولين كلنا نقعد مع بعض، كلنا قبيلة بأصله ما كانت منبوذة. حتى الأخوة المسيحيين حماتين سرايا كلوا زي كانوا هم يقعدوا كده مع بعض. أما نحن كنا في جزء، مع أن عددنا كمان الحقيقة ما كان ينافسهم، كان قليل، لكن كان تماسك يا جماعة. وأنا جيت في الجبهة وأنا راجل كبير، القبلية عرفتها في الجبهة، مع أنه كان الشيوعية. وحتى لما أقول لهم يا جماعة أنتم ما تؤمنوا بالدين وتؤمنوا بالاشياء المتخلفه دي، became very primitive، كنت اقول لهم، وبعض منهم يقول لي محسوب عليك والى اخره والى اخره. وتشتت الجبهه، واليوم ما يخدعوا، حتى اليوم قاعدين يتشتتوا ويتفتتوا، والادهى والامر
نحن نتفق لاي كل واحد اللي يضرب دلوكه زي ما يقولوا، ودي مصيبه. الانشقاق يجب ان لا يشجع، يجب ان لا توقف معه. الوحده يجب ان تشجع يا جماعه وينبذ عشان يكون لنا كيان. ارحموا هذا الشعب الاريتري مسكين المظلوم الموجود في اريتريا اللي قاعد يعاني. انتم موجودين في اوروبا وامريكا واستراليا بلد الحريات، تقولوا ما تشاء وتعمل ما تشاء. هناك شعبكم في ايش ومساله الاراضي والى اخره كله ذكروا ابو حيوت ما ممكن تتكرر، لكن السبب راجع لك. ومصيبتنا نحن في صفوتنا. الصفوه يجب ان تكون صفوه حقيقيه، هي تتماسك، تنبذ الشتات، تنبذ الفرقه. اريتريا لا لقبيله، لا لعشيره، لا لدين، لا لمنطقه، لا مرتفعات، لا منخفضات، لا شرقيه لا غربيه، هي لكل الاريتريين. وعليه انتم كصفوه حاولوا يا جماعه اضغطوا علينا نحن الناس الجهله والموجودين في الاماكن ما متطوره زيكم. انتم لازم موجودين في عالم ديمقراطي وعالم متطور، وحاولوا تنبذوا هذا. واشكر المقيمين بهذا الشأن وبارك، وإن شاء الله ربنا يجمع شملنا ويوحد كلمتنا، وعاجلا إذا في العمر بقية نرجع إلى بلدنا الحبيب إن شاء الله ونمس ونصبح مع بعض. شكرا أستاذ عيسى، ربنا يمدك إن شاء الله بعمر طويل والصحة والعافية. شكرا لمشاركتك. تفضل أبو حيو. شكرا أستاذ عيسى. الأخ عيسى، أخي أمينو، أنا كمان ما بقدر برفع إيدي. اوكي تصفي خلاص دحر برحتك بكاي. اوكي ثانك يو. اوكي ثانك يو. اجعصوا النبل. نعم عصوا كاني خفت الكاي. اوكي ثانك يو. اوكي شكرا استاذ عيسى، انت مربي الاجيال واستاذنا وقدوتنا يعني. ربنا يطول في عمرك عشان تدي وتدي اكثر يعني. لكن في الكلام اللي قلته ما عنده اي اسمين، لانه هو ده المطلوب من القوى الوطنية، أن تكون خالصة إريتريا يعني، لا قبيلة لا قليل. والنضال في 30 سنة أثبت أنه ممكن برا أنت تكون في قبائل، لكن لما تجي تواجه العدو تواجهه كجسم واحد وكاسم واحد. صحيح الفترة اللي عشناها في إثيوبيا حاولوا يدخلوا فيها هذا الاسم، لكن أنا متأكد يعني لو نحن دخلنا في شغل إيجابي عشان نعمل لإسقاط هذا النظام ما حنختلف في القضايا هذه. وشكرا أستاذ عيسى. محمد علي إذا بس باختصار تترجم. لا أنا ممكن اوكي تفضل. نتان سوزبو لكم عن قرب يعني اقدس نت بذكر سلاز. مجمرتان استاذ عيسى ممهريو ممهرنايو كابتن بليسات تمارنيو دحريكا كابتن بليسات ممهراني لذي أبتي سوزبو لكم جزء تاشمية باللين حقوي كمي غيرنا نحنا ومجزء إريترا بحمسة حماقنا تصبقون حادين زغل مشكلة لا يذب بهال من هالباش أب قبري أي ترخبوني قالومي بعلكم تريول لكم حزن كركب كله ولا بدكم كله سب تحزن هاي كل يتكافلوا كل يتي مساحة تاش محل تحت نزلوا مغنياتي حولنات قالوا بنابت بوليتيكا من الباش للا حرق الهزول بالذات كل يسأل حنساب زي السر، لكن زي مالت حوار قونا يكون كلنا كنت أستاذ عيسى يقول بحادة بحنساب بحادة هرمت بحادة قانهم كيد كفتنا لنا منتي زي زلو دكتاتورية وسرعة كنا البسو نابتنا تملقاس انت تسمينا نحن زفلال نقر كبولنا يكون
تحولنا زبالة سنتاشن يغني لنا بلون الأستاذ عيسى. شكرا. شكرا أستاذ إبراهيم قدم. وفعلا يعني بحفي شوخ ما ناس فيحي قليتون السو يعني كساب كندي ولا ون قدم أسلام أينا خستان أينا أبت مهرت ديو أبتهي وطفت من نوابروسينا بحق حقاقفنا ولا عندك خبسادي دك ما تحت جلز بهالسي مفل لاي ويكا نزحج لو مزر أزلوسي أبتوانتي أين برن كل جزء حد النتنا الرجاجيتنا بحدينا نبعز نيرنا أنا يذكرني بالولا أفت وان سو رقم عن تي معين أفتوان تناي كومونيزم الجباب حزوما بسقطلوز نبور جنجلة بوجن بحيمانوت بجلم مفلات كرا خلص وبانس ومعرنة هيمانوت نجلن كمان كنت بزو حيتأمنون كم يجركم يكون أبزيد اللي نايم في اللايات نجلن تخروز بالكمان يبتوان تزربني يزاربني ري أجرنا إحنا توم بدخومات عدز لنا سكو معزورين بفلايتهم أبتي حيالات هاجرات أفتي ديمقراطية فتحن ملو مثل تحليلكم تقولوا دلكم نهزب إيرتران مترناف بذكاء المتن كتشعروا لهم كتحيلون تقدم زين برلو مزر أزرلو بزقون يكون من قد خا إلا إذا إركاتوا هيلو كنسر حلو زلنا أقداسي قدايو يبل. شكرا أستاذ عيسى يعطيك العافية. أوكي أنا خمسة عن تبيز بالقوم أشرشها برختي لنيرة قلنا تسفاي برهانة دحري أخوبه توم تعرفكم قلنا أفتناي ديسكاشن كفت نكايدو أبو عدل كوبكمه مخنياتو أبو حيوت 3 ساعات يلنا نيرو حجة كمان قرب كنا دونجينا مشرشها حاو تسفاي برهانة خوني. تفضل أستاذ عبد الوحيد أسفين لتأخيرك حبيبي. لا ما يهمك شكرا. مساء الخير السيد إبراهيم قدم كيف حقك يا مرحبا عبد الواحد. والله يا إبراهيم أنا شخصيا أنت ممكن تكون متابعني أنا دائما أتكلم عن أحب أعرف التاريخ يعني التاريخ أقول اليوم شكرا لهم القناة جابت لك سيادتك وأنت متأكد أنا قبل كده غير ده عندك لقاءات ثانية في قنوات تتكلم عن التاريخ يعني لكن كنت اتمنى تذكر لنا النقاط بتاعت الاحزاب اللي كانت موجوده. انا بعرف حاجه اسمها حزب كان المهم مش ضروري بترد لكن بس كفكره يعني مثلا كان في حزب في بتاعت عمنا ابراهيم سلطان بتاعت الاسلامي وكان بتاعت مسوع وكان بتاع الغربيه وكان كده وحتى كمان عمنا ابراهيم سلطان قالوا مرتين مش الامم المتحده وانت شخصيا اكيد كنت في القاهره قابلته تكون فهل الرجل ده ما في تاريخ عنه ما كتب تاريخه الرجل ده كان له مكانته في الفتره ديك يعني وانا ما نعرف عنه هل هو كتب ما كتب انت قابلته القاهره. السؤال الاول. السؤال الثاني سريع قبل ما الكلام الثاني هو انت ذكرت قلت يا اخواننا قلت له طلال احمد دي احداث حصلت وتاريخ نقبله وده كلام صحيح لكن ما ترى يا ابراهيم عشان المواطنين ما يتكلموا ما يردوا على القياده ويقول لهم ده اخطاءات مش يتمادى المجرم مثلا او المخطئ او القائد ده انت ما ردعته وقلت له الكلام ده غلط وما صح وما هاجم وما تكلمت معه حيواصل يعني وده الحاصل دلوقتي لحد الان عندنا بتاعت السياسه يعني الناس اللي ما قاعد تتكلم انا اقول لك عبد الادريس كان جاء الله يرحمه عمل اجتماع انا حضرت الاجتماع الناس الجروب اللي كان موجود كلهم كوادر من مسيحيين مسلمين اللي كان ضد التحرير الشعبيه اللي ضد السياسه ضد عبد الله ضد كل الناس كانت موجوده كل الناس كانت موجوده والله يا ابراهيم بالنهايه لما خلص الكلام لما سالوه بعد الاسئله انتهى قال لهم يا اخوان وين سؤالكم؟ هو عبد الله نفسه الله يرحمه قال له وين سؤالكم؟ ما في حد يسال المشكله موجود في الشعب انه ما يسال القائد ما سالوه فالمشكلتنا نحن ما بنتكلم بعدين في الجبهه دي طبعا فيها كان اخطاءات كثيره يعني من ضمنها ذكر عمنا سيد قال انه كان في مثلا القبليه وما القبليه فليش الناس ما كتبت يا ابراهيم؟ الناس اللي قاعد تكتب دي بعد 30 سنه بعد ما الله يرحمه يكتب يعني انت دلوقتي شخصيا انا والله ليه عتاب عليك يعني انت انا شايفك اكثر من قرار وبعدين انت ما تتكلم ساكت انت بتجيب نقاط وتقول بالاسماء وتقول الجند الفلاني القائد الفلاني يعني بتسرد يعني مش النهارده قبل كده في لقاءات يعني عندك خلفيه كامله يعني وانا اسف اذا تعاجي واذا كان في طريقه ارد عليه اذا كان ما في مشكله وشكرا لك وانا اسف شكرا حبيبنا عبد الوحيد عبد الواحد يا عبد الواحد
كابتن صحف بانجلش اني زنبباز اللخو عشان كذا دائما بغلط في اسمه سبحان الله. الله يخليك. شكرا اخ عبد الواحد. ونسيت الله يديك العافيه وطول العمر ان شاء الله يا ابراهيم. من جميعا ان شاء الله يبقى. بس استفسار بسيط استاذ امين. عبد الوحيد تقدر برات وعبد الواحد هسه قاعد اسمع، هل هو عبد الواحد حامد؟ نعم. السلام خلاص. كيف حالك يا عبد الواحد؟ انا كويس. من انت؟ سمعت كسلني ها؟ انا موسى يوسف احمد. موسى يوسف امردت؟ دقا دقا سميك دقا. طيب الدردشه نخليها بعدين حبايبي. اوكي تفضل عمنا ابراهيم قدم. ايوه. ولا محمد علي سجل كاس اللقاء غروب عشان تترجم عن ما قالوا. انا سيسجل كنا معلش. اوكي تفضل ابو حيوت. الله يبارك فيك يا سيدي. شكرا اخ عبد الواحد. ده في محل للكلام اللي قلته انا، لكن لما قلت التاريخ هو تاريخنا هو بخير وبشر يعني. بس لا يعني ده انه ما نكتبه يعني وما نقول. مشكلتنا نحن كاريتريين في حاجه اسمها مجامله في بشكل خالص اسمه يعني. لكن المفروض ما نجامل يعني، نقول للأعور أعور وللأعرج أعرج. لو كنا نقول كده ما كان يحصل فينا اللي حصل يعني. لكن دلوقتي مطلوب مننا اللي فات ده خلاص طبعا ما حيرجع. وزي ما لو حاولنا نجمله نكسيه ما حنقدر يعني. خير بشر فات، لكن نستفيد منه صح. مطلوب نعمل على التخلص من التبعات بتاعته، لأنه القبلية والمناطقية والطائفية دي جزء من الاسمية بتاعنا يعني. احنا كلنا أبناء قبائل، لكن القبيلة بتاعتي المفروض ما تجي في الأول يعني، يجي الوطن قبلها يعني. أنا من المنطقة الفلانية، المنطقة بتاعتي ما تجي في الأول، المفروض يجي الوطن. أنا مسلم أو ثاني مسيحي، ده ما يجي في المقدمة، يجي الوطن، لأن الوطن بيجمع المسلم والمسيحي ويجمع المرتفعات والمنخفضات ويجمع القبائل والإمدادات والبيوتات وكل الاسمية يعني. لذلك نحن المسألة بتاعنا والمشكلة بتاعنا في مرات حاجات دي بتاخدنا وبننسى أنه نحن قاعدين نعمل من أجل الوطن. وزي ما قلت أنت، القيادات اللي كانت في جبهة التحرير الإريتري ما في حد حاسبها، لا هي حاسبت نفسها ليش حصل ما حصل في الجبهة، ولا الجماهير كمان حاسبتها يعني. نحن زي ما يقولوا في الخلوة ولا في القرآن فروا، يقول لنا الشيخ خلاص كلنا نمشي باتجاه البيت يجري الواحد، بقينا كده يعني. وده خلانا أنه ما نستفيد. لو كنا قعدنا اللي موجودين منه وقيمنا وليش الأخطاء اللي حصلت، وليش نحن كشعب إريتري ما قاعدين نمشي مع بعض، ليش قاعدين يحصل فينا الانشقاق والانشقاق. زي ما قلت أولا، تجربتنا الديمقراطية للأسف يعني ما عميقة يعني. ديمقراطيتنا هي فوقية يعني، مع الديمقراطية لغاية ما هي في صالحنا، وضد الديمقراطية لما تكون ما تجي لي صالح. فده يعني عاوز مننا أنه نحن ننادل أكثر، نوع أكثر، وبالذات الوقت اللي موجودين في الخارج. النقطة بتاعت الكتابة، الواحد إن شاء الله يعني كتار هم اللي عندهم التجارب أحسن مني وأبلغ مني في كل قدرة وكفاءة يكتبوا، وأنا كمان ربنا لو مد في الآجال ممكن أساهم بالشيء اللي أنا أقدر عليه. وشكرا أخ عبد الواحد على
حسن ظنك يعني رايك. شكرا. بحتصيروا حاو عبد الواحد زعما تي حجز له نقطات في الزارب كله في تاريخ يونيرو تاريخ دما تاريخنا نحن كنا صبقين خلال دومي ويكنا قنجوين خلالنا ويكا أين بران كنا بلا أين خلالنا مقولتي أو تاون شنقاته ناس بالزخانة تراحتي كابانا حجز حتى تنتايو تنزلنا كابتيز قدم زقبرنا جيجاتات كما يجيرنا المهارية تي جيجاتاتنا كابون تتمهيرنا تي جيجا أي دبلومنيو تزمو تدور لولد دما أبتز حالة فخم زقيرون نيرو أبتز خمزي أي تعوضون الجقن إحنا تي صحيفة مزر لو بعيننا تي مرمرة ويكاتي أنالايز تزقبرو كريتيكال زخونه تبداي بنقفتاوي مقمقام كبر لو إحنا بنقفتاو قمقما أي قبرنا سلازي تجيجا لقينا خال أي جيجا يدقم سالسا يخون رابعا يخون هلا مالك تجي تي هي حاو عبد الواحد زمسعي قال أي تبزعبانا تاريخ مصحف انتخل زحات على عقبتاتهم كلتاتهم كردناتين لعل زخوني اليوم أنا ربطي زفلتا رب انت عدمي يبو قال شكرا. معلش يا ابراهيم نسيت موضوع عمنا ابراهيم سلطان اذا قابلت. سوري ايوه معلش ايوه عمنا ابراهيم سلطان هو الرمز من الرموز الوطنيه اللي ما تعود يعني، وزي ما قلت نحن كنا في القاهره وكل عيد من الاعياد اللي يكون في عيد الاضحى او يكون في عيد الفطر كنا نمشي اول بيت نعيد فيه كان بيت زعيم ابراهيم سلطان، كان داره مفتوح و يعني الناس بالعشرات بيجي ده يطلع وده يدخل وعمنا ابراهيم بيشرح وكان عنده ميزه يعني انا فلان ابن فلان تقول لي على طول هو من كرم المنطقه الفلانيه انت من أطرقات ايوه انت فلان انت وهكذا. فالناس كانت فعلا ترتاح لما تمشي ببيت زعيم ابراهيم سلطان. لكن الكتابه انا معاك المفروض اول من يكتب عنه المفروض يكون هو، لانه قبل الحركه الوطنيه الإريترية، وان شاء الله الكلام بتاعت الناس تسمعه ويكون في كفاءات اللي تبدأ في العمل زي ده. وقاعد أشوف الدكتور إدريس موشى هنا موجود، واحد من العناصر الكفاءة واللي عندها الإمكانية ديل اللي ممكن يجمعوا الموجود عندنا موجود مع ده وموجود مع الثاني، ومش بس ابراهيم سلطان يكتبوا عن تاريخ ابراهيم سلطان، تاريخ عبد القادر كبير، تاريخ ولد ابو الدمريان، تاريخ استسمى، تاريخ كل القيادات الوطنيه اللي حس كويس انه الكتاب عن الشهيد حامد ادريس عواتي اتكتب بعد بحث طويل كتبه كاتب اسمه اظن هيلة سلاسة، وده يعني زيه كثير من العناصر اللي كانت في جبهة التحرير الإريترية تكتب عن كل المناضلين اللي كانوا في الساحة الإريترية، يبدو في الجبهة الشعبية ولا يبدو في جبهة التحرير الإريترية. وشكرا. شكرا أستاذ إبراهيم. طيب دقة نعم تفضل عزيز. سلام تحية لكم مجموعة حوار الوعي المشترك، وسلام تحية للأستاذ المناضل إبراهيم قدم، مع شكري وامتناني للمحاضرة القيمة والسرد الجميل في هذه الأمسية.
شكرا لك يا أستاذ إبراهيم. سؤالي أنا مختصر، بس ما عايز نايل في كلمة واحدة ممكن يختصر الأستاذ أبو حيوت، وهي أنه لا شك هناك كثير من الذي يجب أن يقال عن الأمس، وما اليوم من مشاهد إلا نتاج الأمس، وحركة التاريخ تشير على الماضي والحاضر بل والمستقبل كذلك. ولا شك كنتم من صناع الأمس بكل تجلياته المؤلمة وانتصاراته كذلك. المنادي أبو حيوت، كيف تقرؤون الحاضر وتستخلصون العبر من الماضي على لوحة اليوم من مشهد وبدون مفردات دبلوماسية بالمختصر؟ شكرا. يعني اترجموا لك عشان تصيروا لكم معي. تفضل. نايب احتمالي وي حلافي تباهلو دوري ناتو هواهن هواهن هلكتاتن أبناء لومتر إيت بريهوين باب كم تاريخ زحبرو زحلفن هلون مسائن مع التاوي صبما قوينو أب تاريخي عدتو كابزي تلاعيلي أناي بحقي تقادلاي إبراهيم قدم أبو حيوت حادي خابتم عبي إجامن كياتاتن بألاتونتون بإيغوتاتون جدا زنبرم كنسوس كابزي مرتعو تبقيسكم صبماقو بزي دبلوماسياوي قالات أبناء لومي تحسوا كميتم ببوه. وشكرا. شكرا. الحقيقة أنا أولا الكلام اللي قلته حول دوري، أنا دوري متواضع في جبهة التحرير الإريتري، ما هذا الدور اللي ممكن أبالغ فيه يعني. لكن اللي أقدر عليه قدمته. والحقيقة اليوم والبارحة هو أنا بشوف أنه اللي قاعد ينقص هو أنه وجودنا الجغرافيا نفسها اللي نحن موجودين في الغردقة هي اللي قاعد تفرق، وإلا الشعب الإريتري والشباب الإريتري هو يعني. لكن الجغرافيا دلوقتي العدو اللي نحن عاوزين نطيره موجود في إريتريا، وللأسف كمان أخونا هو. وامبارح اللي كنا بنحاربه كان عدونا مستعمر وجاي يلحقنا بإثيوبيا، ولذلك الأمور دلوقتي زي ما يقولوا تداخلت فينا الألوان نفسها. البعض ما قادر يفرض أن نحن جبهة التحرير الإريترية لما بدأت النداء اللي كان يحاربوها هم البوليس واللي هم الفيلد فورست هم الإريتريين. وقتها الناس ما قالت الإريتريين هم أخواننا ما حنحاربهم، لكن الهدف هم كان يخدموا مستعمر، والناس كانت موجهة كثار منهم اللي ماتوا يعني. لكن بعمل وطني وبعمل نضال دؤوب قدرت جبهة التحرير الإريترية السلاح اللي كان معاهم بدل ما يوجهوه لصدور الإريتريين أخوانهم عملوه عشان يوجهوه للعبية. واللي ناقصنا دلوقتي هو هذا الفهم أن نحن يعني كلنا مع بعض نقدر نحقق نعمل شيء يعني. لكن لو فرتكنا زي ما نحن دلوقتي موجودين ما حنقدر نحقق شيء. دي يمكن محاولة للرد. شكرا. بحث إيران نيتي مرسي بزح داش مزبلة باللينا بزي تي في الإيزول احتمال أنصار سلائي نقال اسم كلنا تي سلائي كاب إثيوبيا مسيئون حدنا خزمت ويكبر تي زمسة لو مجن تي زلوا حوناي
ኤርትራዊ ስለዚ ኣብዚ ቁርብተይ ናይ ቃልሲ ተረድኦና ይፈላለዩ ኣሎ ንሕና ኣሕዋትና ኮይኖም كنا أنصارهم كنا قالس يبنان زبل كل يبنون مخنياتو تي سفلالينا تيناتهم انتايهم زدلو يزلو يصوم وين احنا انتاينا نزلو زلو احنا مسرنا يود السب خبر ارتراوي بفتحية بعد بسلام كنبر تي ناي سلطان يكون كالفة بإمكان هبان بحنسب متعدنا مقدميت كنا سبومي قلتي نابتي سرعت نتسرعت زفل زلو ثم نزي أنصارو زي زفايد زلو سلازي نزي تردينا تأتي مالت كمزي حواتنا يوم كمي غيرنا نواب أم زبل كل وانا يقولون أين برنك عقدم مقنعاتو قال سخ جمهورهم كله توم مجمرتا مصارتي قالس صمد زنبور بوليس نايرتا بوليس دما أو في الفورس البهالي مشعانة زمتسي زي رتراوي بنك تنتاش مثل التفلالينا سبي قدم نيرو قل بصنع دخوني ويكا تسنع دباب ناي قالسي بوليتيكاو نزي برات مسؤوم زلو قاب نابانا زقنعو نابرتراويان اخواتو نابتسألاي كم زقنعو تغيرو أبزخات تعويتنا ناب بوليس يكون ناب كوماندوس يكون ناب تيكالي نج لباس يكون بحنسا من إرتراخم واقع زلو كم زلو تغيرو سلازي حجون تي كنز أمثل تردوتات الجيسنا تا حجر ناي كلنا قد كون كا نقال سالونا هذا العلي هذا تحتي هذا تشمل بخون الله حجر عين دلنا بمعري إنا بسرحنان بصعرنان كاب إيدنا يززلو قانين الجيسنا نبغانا تتحمل صلوا تحضر بحاله شكرا شكرا أستاذنا إبراهيم قدم ثلاث سبات ناي مجرش له بركات وبرهان رداكم أستاذنا إدريس مشي لا في واحد اسمه تصفاي واحد قال لك تصفاي اسمه ايه بس طلع الظاهر لانه مكانه قاعد اعطيه الاستاذ ادريس مشي اوكي يا برهانة تصفاي كان بس ظهر تصفاي الله الله امينه برهاني تصفاي برهاني يا اوكي تصفاي اوكي حتى بالليل على اخي ابراهيم طرح نمذكر ينبرتي خبها ذكر حتى اسخات زاريب كاخا بزحات بصوتون حاجه مخيمه ግን ቆረብ ከዛ ካخرودل እንታዩ ኣብ ገርሰት 73 ዝነበረ ብትምርቲ ሓደ ካብቶም መምህራን ኮንካ ዝሃብካዮ ዝተምሁሮን ንስኻ ስው ዶክተር አረጋይ خليفة عثمان منذر أحمد أزيناسين زنبركم لجزء سفح زخونة استمهر زهابكم لأن كادرات ناي جبهة تاينيرو حصل كبلا قدما يصلاي ببرت كالاي غريچت كا بديمقراطيا غوزت الزبل نيرو زي حانتي كالاي ون كسجر كل خان سمهارا كل غزاي اب ماي والد سكر زبحال كباب ناي سمهار زنبره خويناتون ابو ذكركا بديحرؤون كابكرويا مسملسه اب كالاي غباء زنبرهون ابو يذكر حجه قند انتايو اتي استمهرو زهابكمنا كابتن مصات كامسها نبر مالتيو كالاي دغريچت بديمقراطيا زوت خفتح خمزلو اكالاي غباءون اغبري تترجمو مالتيو ስለዚህ የተቀዳማይ ፕሮግራም ለመጀመሪያ ጊዜ በሰውራ ኤርትራ ቀዳማይ ጉባኤ ዝተግበሮ ፕሮግራም አግብሪ ትርጉም ነበርኩ ሓደ ካብም ካሞ ከምቶም ዛረቡ ጸንሑ ቅድመይ ናይ መጽሐፍ ዝድልየሉ ጊዜ ክህሉ ከሎ ኢደይ ኢድካ ወይ ሓሳብ ንሓሳብ ተቃየርካ ስለዝኾነ
ኣለና ከባቢ ኻን ክብል ጥራሕ ዝምበር ሕቶ የብለይ ثانك you يغني الليل ثانك يو تصفاي يغني لنا خلينا نعطيهم فرصة للجميع وبعدين في الآخر تقدر تعلق أوكي حاول برخت كابتن قدامه زل عليه يا تفضل مجمريا أمين جابر أبو حياة يغني لي ناتي حتوكوا دارجا تمليسا إلي نويح زيت أترس لسبلكو هجي مجمريا إبراهيم قدم كمسكنا دلي بنا حونا خبلا خلي I felt on it thanks to internet and social media I learned a lot كنا هجي يوتيوب كنا قرب عامتات تسددني so أتي background نايك ألسنا تاي نحزبي إرتان تاي نخبزبي أي كاو grass بزحنا قل جيري كما هي رمانتي بويا خانا بزمسي thank you تحطي تمليسات تحطي تاني را مسحات تستحيل بيخا السخاني جزين تلني صحيح يسلا زبالة he make it clear قلنا أوخل لو عدلك سلا ذهبكم لي إذا حجز الله ولده which is ذاك 3 عمد فولت أو تاريخ يبني تاريخ سلا زي بالله أتي propaganda زتوهبوت فهم زبالة سلازي تاريخ سي أقداشي مهنياتو زي الله صحافتي وراي فتحتن سمعن لها؟ يا قتل وني 7 سنة هي قتل اوكي حجي تمالنا عبلت رمضان محمد نور حريف الكبير حمو بزعبا ابشحن دي شعات ميتون سنة 4 تسلف على ساي مريحنا انتاي كم ده حسب انتاي كم دبل اي سمعنا شوفي فري بريس لزيلي كان محجون ابراهيم توفيق صحيفو that was حدا خابتي سوريو خوينو مالك still the copy is there good is that the original one or is that the original is it said حقኛ copy ወይስ ካሊ አኔራን ተፈላለየ ነገራት ስለዚህ ንኢብራሂም ገዲም መጀመሪያ ከመስጉነ ደሊ አንተ ዝነበሩ አበርክቶ ብሕጁን እቲ መጽሐፍ ትራይ ታሪክ يغني لي nothing شكرا ثانك يو وقت يغني لنا اوكي حاو برهانه رده انا لا ما سكتني يرني مرحلات كمان مسوي مقدم كلهم اشتغل على امان هاي برهان رده استاذ محمد علي اسماعيل اتمنى تسجل النقاط عشان تجيب لنا بعدين باختصار بالله ما تنسى تفضل برهانه اوكي شكرا برهانه حيتكلم بالعربي بنفسه تمام والله اقدر اتكلم شويه يعني ما كثير صحيح زغنا غينو ابراهيم سلام كلون ابراهيم كل كلام الحساب حد شامت كلكم يدين كلهم أبرزيها من بسعين عركين حوين مزاتيتين إبراهيم قدم كا عني ليك بيد ها الصهو اللي لا ينبرك على أخوهم كل مساء حتى يبلين حتى أنت حتى له إبراهيم ها كله ودي هو يصبو غيره سلزة حتى نغير بلين مالت عني اللي ودي له زرباي دهار أبرزيها حجز أو سعزي إبراهيم سي دكيسوس كحرنا خينا يروح يا لومي أنا حنت حتى شعمت مثلا كيدك جروب أنا كاتب زحودي هذا اللي خا ثانك يو اوكي اريد الله اوكي استاذنا العزيز ادريس مشي تفضل دكتور ادريس الدكتور ادريس تفضل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية كل عام وأنتم بخير جميعا، بخير وعافية وسعادة إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طيب. والحقيقة أشكر أستاذنا الفاضل بحيوت
على هذا التطواف الجميل. لحظة بس. طيب، وأشكركم كذلك أستاذنا أبو ناصر والأخوة القائمين على منبر حوار روائي مشترك، وأشكر كذلك على الفيديو الصغير اللي عرضتموه التوثيقي لأستاذنا الفاضل على حسن. والله أنا عندي أنا حقيقة لم أناضل في الجبهة، كل ما أعرفه هو الجبهة الشعبية ومنقذتها إلى مريم حقيقة يعني. ولكن هناك سؤال لازمني منذ أن وعيت، وهو هل كانت هناك فعلا قبلية منظمة في الجبهة؟ أنا حقيقة هذا السؤال لازمني جدا، لأنني في الحقيقة ربما لأن حتى المجتمع مجتمعنا في إريتريا يعني مجتمع كنا نراه أنه مجتمع نقي ويعيش مع بعض ومجتمع الآباء والأجداد كلنا نعرفه. كان مجتمع إريتري مجتمع كان ولا يزال مجتمع متماسك، مجتمع مشاركة ونزعة وحدوية تتجلى في أمور كثيرة جدا أنا لا أريد أن أشرح، ولكن السؤال هذا لازمني جدا. لذلك أستاذنا إبراهيم حقيقة أنا قمت بدراسة لا أقول إنها عميقة، ولكنها أخذت مني فترة طويلة جدا. هذا السؤال يعني في هذه القبيلة والقبلية، فقمت بدراسة. هذه الدراسة يعني استمرت فترة طويلة جدا جدا، كانت بهدوء، وجمعت كل القيادات الإريترية من رئيس التنظيم إلى من كان في قائد ل10 أنفار، إلى اللي كانوا في الأمور، حتى اللي كانوا في الإعلام واللي كانوا وكذا، كل اللي وصلت إليه يدي، ولأمور بحثية لا علاقة لها باسم جنود، لأغراض بحثية. صنفت هؤلاء الناس على مستوى إريتريا اللي يقعوا في الساحل، اللي يقعوا اللي جاءوا خلفياتهم من اقليم عنسبه، من بركه، من سمهر، من المرتفعات، من وين الى اخره. هذا الامر يا جماعه امر بحثي، لانه كان هذا الامر يقلقني جدا جدا في هذا المجتمع الذي اخذ. لان انا عندما رايت وقرات تاريخنا لا توجد هناك حروب مدمره بين هذه القبائل او يعني امور تاريخيه، الشيء كانه شيء مفتعل. انا كنت اعتقد وتوصلت الى نتيجه أستاذنا إبراهيم، لا أريد الآن أن أطرح هذه النتيجة لأنها أمر طويل، لكن هذه النتيجة تخالف تماما كل ما قيل عن مسألة القبيلة في الجبهة. لم أجد قبلية منظمة في الجبهة، لأنني استعملت كل المصادر الأجنبية وحتى الإثيوبية منها، وبعض المصادر الإريترية، وإن كانت المصادر الإريترية لم أعتمد عليها كثيرا، لكنني دراسة ميدانية، شبه دراسة ميدانية. عندما جمعت هؤلاء الناس رأيت يعني الجبهة كان فيها من كل الأطياف الإريترية، يعني قبائلنا الإريترية من الإنداتات والقبائل، أنا لا أؤمن بالقوميات. فاستغربت يعني، فتوصلت في النهاية إلى نتيجة أن هذا أمر مفتعل ومدبر وعمل له بشكل خطير. وهذا الكلام وجدته في الكتابات الأجنبية زي دان كونيل نفسه وغيرهم، يعني كان يقولوا كيف استعمل مسألة القبيلة والقبلية في إريتريا لضرب مشروع محدد. فأنا سؤالي هنا قبل أن آتي إلى هذه النتيجة، أنا سأقولها يوما ما وربما نعمل ندوة ونقولها، لكن أريد أن أسأل أستاذنا إبراهيم، هل فعلا أستاذنا إبراهيم يعني بكل شفافية هل كانت هناك فعلا قبلية منظمة في الجبهة أم لا؟ وشكرا. شكرا دكتور. عمنا أستاذ إبراهيم. أيوة، في سؤال برضو تابع لسؤال أستاذنا دكتور موشي وصلني في الواتساب. السؤال بيقول: هل الديمقراطية اللي كانت ممارسة داخل جبهة التحرير
هي أسباب فشل جبهة التحرير؟ وهل الدكتاتورية كان بيتم داخل الجبهة الشعبية هي سبب انتصار الجبهة الشعبية؟ سؤال محول معلش. شكرا أولا للدكتور إدريس موشى. نحن منكم نتعلم. الحقيقة أنت جاوبت على المسألة وأنا أؤكد عليها أنه في جبهة التحرير الإريترية ما كان في حاجة اسمها قبلية يعني أو بشكل اسمه طائفية أو مناطقية. الكل كان في جبهة التحرير الإريترية جبهة التحرير الإريترية. لكن ممكن شيء مستتر البعض القبلية مين يستعملها؟ يستعملها اللي عاوز يوصل يعني اللي عاوز يلقى مكان اللي عاوز يلقى منصب. لكن لو سألت اللي باسم القبيلة بيتكلم شنو يعمل للقبيلة، لو قلت له ما يعمل حاجة، هو ممكن عاوز يركب القبيلة عشان يوصل عشان يقول عليه فلان. فشيء مستتر قد يكون موجود واسمه، لكن شيء منظم ما كان موجود. أنا وافق على الكلام اللي أنت قلته. عاوز أحكي لك أنا في سنة 70 كانت السنة اللي بعد ما انفصل السياسي بين حنان على مانان، وبعد والتحرير الشعبية طلعت كمان ناس عمر ومرحوم رمضان محمد نور وغيرهم في اتجاه قدم كله، في مجموعة مشى لأهلهم في منطقة من المناطق، وما في داعي دلوقتي أنا أقول المنطقة، وهم 2 من المناضلين بتاع جبهة التحرير الإريترية قدام وكانوا عندهم مسؤوليات. ولكن كمان الفكرة بتاعت من شافوا في مجاميع قاعد تعمل على هذا الشكل القبلي وكده، فمشى للقبيلة بتاعتهم وقالوا لهم يا أخي احنا أولادكم، احنا أولاد فلان وفلان هنا، دلوقتي عاوزينكم تأيدونا. فالشعب اللي كان قاعد في الاجتماع حوالي 40-50 واحد استمعوا لهم كويس، وبعدين في الاختصار قالوا لهم يا أولادنا، صح أنتم أولادنا يعني من نفس القبيلة وهذا اللي اسمه أرضكم هو، لكن لما نحن وافقنا يعني أقسمنا عشان نكون مع الجبهة، ما أقسمنا عشان نكون مع القبيلة بتاعنا، يعني أقسمنا عشان نكون مع إريتريا يعني. لكن لو أنتم مصرين على المسألة، نحن دلوقتي تعالوا معانا نوريكم المزارع بتاعت أجدادكم، لأنهم أصلا كانوا سكنوا المدن يعني، لكن أجدادكم كان عندهم مزارع هنا، ونوريكم المزارع وممكن لو عاوزين نسلمكم لها يعني. يعني شوف أنت الوعي بتاعت الجماهير لهذا المستوى، كان بقناعته بأن إريتريا هذه القسم اللي هو أداه من أجل الوطن يعني، ما أداه من أجل القبيلة. لكن طبعا الناس ممكن تستعمل اللباس ده لما عاوزة توصل لحاجة. المسألة بتاعت الديمقراطية هي السبب؟ لا، الديمقراطية ما سبب يعني، الديمقراطية بالعكس قوة هي ممكن اسمه. لكن كمان الديمقراطية في حاجة اسمها المركزية الديمقراطية. أنت بالذات في الجيش وفي التنظيمات السياسية لازم يكون في حدود للشيء اللي أنت تعمله. دلوقتي ما قاعدين نشوف في أوروبا كثير من الأخطاء اللي ترتكب باسم يعني حق الإنسان في النشر أو في الكتابة أو في القول. وده المفروض الحل يكون وين؟ أنه الحرية بتاعتك وحرية الرأي، حرية أي شيء أنت تعمله يكون محدود بأنه ما يتجاوز الحدود بتاعته أو الخط الأحمر اللي للآخر يعني.
ويسيء له، إذا كان يسيء له معناها ده ما ديمقراطية وما حرية. نحن كمان في الجبهة المنادل اللي كان في الجبهة كان بيتكلم وكان بيقول رأيه وكان اسمه، لكن مسألة ما تكون مفتوحة يعني. وما أقدر أقول أن الديمقراطية يعني الشدة اللي كانت في الجبهة الشعبية هي سبب الانتصار بتاعته. الانتصار أسبابه كثيرة يعني، ويمكن ده ما المجال بتاعته دلوقتي عشان نقول ليش الجبهة الشعبية نجحت وليش الجبهة فشلت في المسمية بتاعتها. الأخ اللي برانا كان يتكلم عن 73 في درست كنا ادينا دورة للجماعة اللي كانوا موجودين وقتها سنة 73 اللي جو تدربوا في مبرايل وبعدين في جونا في المكان عشان الدورة السياسية دي، وفعلا نفس الأسماء اللي ذكرها كنا موجودين. كان همنا أولا زي ما ذكر الأخ، وفي النقطة الثانية كنا بنقول لهم أنتم جايين متعلمين درستوا، أغلبهم كان يا من جامعة أسمرة يا كمان قلص الثانوي في أسمرة، فكنا نقول لهم أنتم دلوقتي جايين في جبهة. الناس اللي موجودة هنا نادلت 15 سنة عندها خبرة عملية وخبرة عسكرية، أنتم بتعليمكم وبالقلم بتاعكم وهم أبو حياة على إذنك، نحن حسي في ألعاب نارية قاعد تسمع الأصوات الكثيرة أو لا خلاص أنت تفضل يا سيدي. كل سنة وأنت طيب محمد علي. وهم الناس اللي عندهم الخبرة بتاعت القتال، وأنتم لازم تكونوا مكملين لبعض، ما في واحد حيكون فوق الثاني. الله اوكي. وده اللي خلى يمكن الناس مع بعض في الجبهة تمشي للمشوار الطويل ده، لكن يمكن لأسباب نجيها في مرة ثانية نمر عليها دلوقتي يعني. أنا بحس زبل زلو قزي حو دكتور زبلو زلو حقي وجبهة زخم جزء مثل السروع زخون ناي قبيلة ويكارا أي نبرن قن من الباش بستور ويكا آخم كل شعب النفلطو قل ني قبيلة ويكا ني زخون انتاشمو أب توسني واني كم حالي مصارحي سرحلو قن نعون سخوة سحاب تجد اليوم بر تي هزبي عواد ويكاتي علامة عواد أي فنانس لوجي أي نبرن قن بستور أب زخون انتاشمو بترغبة تخيل حالة بجي مالت بحور هيكونن حزب إريتريا خلينا نقول أي نقول دحور زنباليتات اللو كالة اللو جنكا قدمي ناي هجر معو قدميتي قبيلان وجن أي هبن ميرو أب النظم سأقو قلقا بحواتنا بشحن شعت 207 بعدهم وبقولهم كيدهم إحنا دقوهم هنا دقفونا توم قالوا يعني دقوم دقفوا له مسبلهم نحنا محلا ذهبنايو جبهايو ስለዚህ جبهة تقيمكم كم قدمكم في الراي لا نحن جبهة كم قد فاين أنتلكم كنعوم مريتنا بحبوتاتكم أبتعدكم رأيكم نعوم ذبكم تحرسوا مسانا إلهم ስለዚህ كابزي زعبي نقحة كابزي زعبي تمرتين يلن بهالاي أنا كموز مثلا كنتر لنا منتي كابز حجي وين نايوز لنا ومقال وجن كمتي دكتور زبروز ناي بهيرن ناي قال انزل كابو حليفنا نابز حشق نوتات نسجر قبيلة ناتنايو كهيمانوت ناتنايو تي وجن ويكات أوراجان ناتنايو
ግን ቅድሚኡ ኤርትራ ስለትመጽእ ንኤርትራ نعززها نኤርትራ زيادة نخبرها عليه ويقني لي شكرا. شكرا. سؤالي أستاذ إبراهيم. سؤالي كنت سألت. أرهقناه لا يكفي يا أستاذنا. أنا أسأل. أنا سلام قبل سلام. شكرا جوارة. شكرا. أستاذنا العزيز، يعني فعلا اليوم في نهاية سنة 2021 وبداية 2022 في هذه الندوة استفدنا الكثير، ونشكرك شكر جزيل باسم الإدارة لحوار لوعي المشترك. ناي بحكي أبناي مززام ناي كلتشحن عسران حدا كمون ناي مغبال ناي كلتشحن عسران كلتن لما عالتي قاشانا خونكا نزا أقدس زخونين تاريخن نزهلو زلنايو جيزين دكايدنا قلسي خون كايدو دلنا قلسي بقبو غير كان نميخا نزقرب كالنا نايلو مع السمينار بلبي بشمين بشم كلهم بصوتي من محضر جروب زتنا حبرا ومخات لعل مسقانا نغربلكا تناتكا خناتات نفلطينا كساب زوانزي ايتسنحني حانيركا جن كمتي لمود كل جزي نقالسي زلكاتو فاينت لمون نزع الدلزز هبكارنا خاني بلبنا مسكنكا. شكرا جزيلا لك أستاذنا. شكرا. وبعدين ما تنسى أنه دي أطول ندوة هي من 2021 إلى 2022. قبل أسبوعين كان عندنا ندوة مطولة تقريبا كانت ضربت رقم قياسي 7 ساعات ونص، أما ندوتنا اليوم حتكون أعلى رقم قياسي سنتين من 2000. جابر لك هذا له سنتين يا 21 22 قرنا نوي عملتي. ومني أطول هذه صارت هذه رقم قياسي ما حد حيكسرها. شكرا يا سيدي والسلام عليكم يا جماعة. يغني اللي ونزو كله لعلين تحتن نالباش قلري زتاكم رخيكم تكونوا تسفى قبر اسكي عدتي كاني أستاذ برهانة كيدانا زقونة نجر عدمك هذا اللي يصيف غدا هابوني قليل نيرو جالي برهانة جالت سمعان تلغة نعاخو كي يتحف الكامبرانا غلا يكون كون قلنا دحان صبغ عدل هيب كان لها يغني لنا إبراهيم كميل كان لها دحان لها رؤوس عقوس حدش عمت عدنا زوت وحدش عمت يقبل لنا يبلكا. آمين. أنا خلا يكون كن تحيفولوني قدميتها مصحفو سحده معلتي انترفيو غورو اي مصلا كوني نقدم يديو. اوكي ان شاء الله ان شاء الله تكون تمكرو زلك بزح فلطو بزعبا قالسنا سلازلك اي ثينك حدا عبي منشي ناي حبريتان ناي تاريخن يخ سلازي تسفا قبر كالوت ون تقديسهم لازم ختبنا زمسخا استمهرتات تقديسهم حتوتات كغربولكا ونسخاد ما تقديس كاملسات كتبمو قدمتها مصحفكاس انترفيو مغبار كدليني يلس كله يغني. شكرا برهانه ويغني الليل. شكرا. يلا اختي جوهره اخر فرصه لك مع مززام معاكي تعدل. يلا غني لي كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام جزانا روح حدش عامت مصر سدرا بزوح ندعتكنا وصاوكي كسمع امسيه جين اتي بركتنا ابراهيم حوي ابز جزا امسي ومسانا بطعمي تحوقسنا منير برهانو كمان مجمرتا معلتك سبعكم امسيو كاب ابراهيم زوت بجكا صبوق بجكا حقي بجكا صفوف انت زي كوينو كالا ايوتسينيمو زخر علو زفتو بصاي يوماني ان شاء الله عمرن عافياني هبكا تاعت دليا لما ربير اخا بدك اخا تحقس بخاغركا تحقس يغني لي. شكرا. يغني لنا جوهره استاذنا نخلكم كذا حوار دما. تسلمي الله يسلمك.
اوكي شكرا استاذ امينو ميوت እንዳገበር ካንንበር ሎም ምሸተካል አምሲኻኒ هو ما إدكع كتب لي كوني نحن سبنا تزارب مايكات كل إنا نعصو نا أنا حجي آتي ده عن حجي آتي جم بزخونة سلام كبلكم إليه صبوا حدش عمد زمت سزر لسمن الراقبنا وشكرا أستاذ إبراهيم باترت ودع الناس لزخونة تستقبله ني أبو ناصر قادو يلولو سنيحه قرماي مرحبا ما أعرف حد السنجر أستاذ عيسى نقول خاتكم رحوس حدش عمل سنة طيبة إن شاء الله أستاذ قرماي ما أعرف أكلم بالاسم إنك نعمة جديدة يعني لا لا بالهند لأنه حسد حجي جزاتي أقدمها بله اوكي مرحبا كل سنه طيب يا جماعه سلام بلغ كاتاتلكم يسقاب 15 زخونه باتر اللوا شكرا اوكي استاذ ابراهيم اوريدي خيدي يحجينا ابراهيم قدم قال موجود استاذنا لا اعتقد طلع الله ريالله استاذ ابراهيم افتح المايك استاذ ابراهيم قدم لا خلاص دحاني كخيد إلي نسو تناي عامت يوهاناتات كنبهال كمون كتسيلنا انت لاني نتي كفوت ناي على كتسلينا جن انت شو نقبلنا احنا تي ريكوردو وتي لايف ابزي تتوكن بلوينا شكرا